بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم رجال ثانويه عامه منورنا. معاكم خالد علي مدرس الانجليش، واول محاضره السنه دي. كل سنه وانتم طيبين اول قبل اي حاجه، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم كده وعلى كل الناس، وتحقق كل حاجه نفسك فيها وتحققي كل حاجه نفسك فيها، وان شاء الله تبقى سنه خير علينا. احنا بدايتنا النهارده بسم الله الرحمن الرحيم A B C 1 2 3 انجلش، لسه يعني اول خطوه لينا في الانجليش. عايز اقول لكم حاجه بقولها دايما يعني لطلبه الثالث ثانوي، بس مش عايز حد يزعل مني فيها. مش عايز حد يزعل مني. دايما لما بندخل ثالث ثانوي بقول للطلبه انا يعني بتعامل معاكم على انت جايين لي من ثالثه اعدادي على يعني السنتين اللي فاتوا دول، مش كلكم طبعا بس معظمكم يعني عداهم كده، اللي هو انا مش عارف ايه اللي حصل، جري واولى وثانيه دي عدت ودخلنا على ثالث ثانوي. احنا عندنا السنه دي منهج جديد بتفكير جديد بسكيلز جديده. مفيش جرامر جديد طبعا، الجرامر بيبقى هو الاسلوب بس هو اللي بيتغير. كان زمان الجرامر دوت لما كان المدرسين بتشرحه كانت بتقعد تقول للطالب مثلا الكلمات الداله على قاعده على مش عارف زمن باست سيمبل هي كلمه يسترداي، وبعدين كل ده طبعا كلام طلع غلط تماما، بدليل ان مفيش كلمه بتدل على زمن. يعني لو انت مثلا او انت مثلا خدت كلمه زي اولويز مثلا، اولويز دي معناها دائما، فتقول له حد بيدل على زمن ايه؟ لا مش عارف انا نفسي ما اعرفش. يعني لو قلت مثلا بتدل على البريزنت سيمبل، طب اولويز يعني دائما، انا ينفع اقول ايه؟ انا دلوقتي انا دايما بلعب تنس، اي اولويز بلاي تنس دلوقتي بريزنت يعني. وينفع اقول زمان وانا صغير كنت دايما بلعب تنس، when I was young I always played tennis. وينفع اقول لما اكبر ان شاء الله دايما هلعب تنس، يبقى تدل على الماضي وعلى المضارع وعلى المستقبل، على كل present past future كله ماشي. طب احنا جايين نعمل ايه النهارده؟ احنا جايين ندي اساسيات اللغه. وقعد يقول لي دي المحاضره التاسيسيه اللي كل الناس تقول محاضره تاسيسيه، صدقني ان شاء الله هتلاقي حاجه مختلفه تماما. في طلبه بتبقى فاكره ان الاساسيات اللغه دي زي العربي، اساسيات العربي تلاقي المدرس مركز على نحو، شويه بلاغه، ممكن يعني يعني كم حاجه كده في الادب. احنا ما عندناش كده قوي. احنا مدرسين انجليش معظمنا بيركز على الجرامر، اللي هو يقول لك طالما عايز نحط الاسئله الانجليش خد جرامر، وفي واحد تاني يقول لك لا ده الفوكاب اهم من الجرامر. احنا ما عندناش برضو كل ده. علشان تتعلم انجليش، لما انا دخلت الكليه اول ما بدات كده كانت محاضره للدكتور، وكانت الدكتور هي كانت ست يعني اسمها دكتور ساميه، قالت ان اهم حاجه في اللغه انك لما تيجي تتعلم لغه. فقالت لنا الاول اول حاجه لازم تعرفوها يعني ايه لغه، يعني كلمه لانجوج دي ايه، يعني ايه لانجوج اصلا. فاول حاجه لازم تبداي بيها انك تعرف يعني ايه لغه. كلمه لانجوج دي، كلمه لغه دي معناها ان دي means of communication. means of communication يعني وسيله تواصل، وسيله اتصال. يعني مثلا انا لو قابلت واحد اسباني، مش عاوز اقول لكم عامل ازاي في الاسباني، انا حته حمار، وعايز اقول له اقعد، فعمال اقول له اقعد مفيش، اترزع مفيش، سيت داون مفيش، انا ما اعرفش اسباني فهضطر اشاور فهيترزع. المهم انه قعد. ما دام الراجل ده فهمني يبقى اللي انا استخدمته ده لانجوج، لغه. ممكن لغه تكون لغه اي وسيله تواصل او اي وسيله اتصال اسمها لغه. الاشاره بايدك لايك ده لانجوج، دي لغه، دي كده لغه. ان انا اقول لحد حاجه في بقي دي لغه، كل دي لانجوج. طيب عشان اتعلم لانجوج، اللغات دي يعني بنتعلمها ازاي؟ هل انت عشان تتعلم لغه بقى، احنا دلوقتي يعني داخلين على قصه ان احنا بنتعلم لغه اللي هو الانجليش بتاعنا. قال لك اللانجوج دي ليها حاجه اسمها لانجوج سكيلز. لانجوج سكيلز يعني مهارات لغه. انا لازم عشان اقول انا بعرف انجليش كويس او بعرف عربي حتى اي لغه، لازم يكون عندي 4 مهارات اللي هم ايه بقى؟ قال لازم يكون عندك اللانجوج السكيلز دي اللي هي ايه بقى؟ ريدنج، تكون بتعرف تقرا. دول انا بعرف اقرا بس ما بفهمش اللي انا بقراه. ما هي كلمه ريدنج دي مش مقصود بيها ان انت بتعرف تقرا وخلاص. انت بتعرف تقرا يعني اللي بتقراه عارف بيتقري ازاي، ولما بتقراه بتفهمه. طب هل الموضوع ده يعني محتاج شويه جهد؟ طبعا. فمحتاج يكون عندي فوكاب كتير، كلمات كتير، عارف شويه ايديومز اللي هي شويه مصطلحات، عارف شويه اكسبريشنز تعبيرات. طب هل ده في المنهج؟ طبعا. يبقى انا اول مهاره لازم اتعلمها مهاره الريدنج. وانا مش قصدي الريدنج ان انا ادي لك تاكس واقول لك اقرا، لا انا قصدي تعرف تقراه ازاي، اتعامل معاه ازاي، اعمل سكان عليه ازاي، يعني اطلع التفاصيل منه ازاي. دي المهاره الاولى في اللغه. نمبر 2 الرايتنج، ان انا اكون بعرف اكتب. وقال انا بعرف اكتب، لا، الكتابه دي موضوع. احنا عندنا انواع لللانجوج وعندنا انواع للرايتنج كمان. بمعنى
ان انت او انت لما تيجوا تكتبوا، لو انا طالب منك تكتب باراجراف، لا الباراجراف ده ليه طريقه، يعني مش بنبدا بكلام كده وخلاص، لا ده في حاجه اسمها توبيك سنتنس وحاجه اسمها سبورتنج سنتنسز وحاجه اسمها كونكلودنج سنتنس. طب لو طلبت منك اساي، لا هيبقى في حاجه تانية، ده احنا هنقسمه الانترودكشن والبادي والكونكلوجن، والانترودكشن دي ليها اجزاء والبادي ليه اجزاء والكونكلوجن ليها اجزاء. طب لو طلبت منك تكتب ايميل، لا ده ليه حاجه ثالثه. معنى كده ان الرايتنج ده موضوع. طب انا مثلا لو انا بتعلم لغه وقلت انا عايز اتعلم اكتب، يقول لك طب انت عايز تتعلم تكتب ايه؟ تقول انا عايز اتعلم اكتب باراجراف، يقول لك طب تعالى الباراجراف بيتكتب كده، بس خد بالك بقى ده الباراجراف ده ليه انواع، ده في نوع اسمه ديسكريبتيف وصفي، وفي نوع اسمه ناراتيف قصصي. واحد يقول لي احنا عندنا الكلام ده كله؟ الكلام ده كله هناخده واحده واحده. احنا النهارده في موضوع يعني بنقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه في اللغه يبقى انا لازم اتعلم حاجتين، لازم اتعلم مهاره الريدنج ومهاره الرايتنج. نمبر 3 مهاره السبيكنج، ان انا اعرف اتكلم، وده اللي اسمه الاوتبوت. ايه الاوتبوت؟ اي حاجه في الدنيا ليها انبوت واوتبوت. يعني ايه؟ يعني انا بقعد احط جوه دماغك فوكاب، واحط جوه دماغك جرامر، واحط جوه دماغك سكيلز، عشان تعمل انت بيهم ايه بقى؟ عشان نعمل بيهم ايه؟ عشان لما اعرف الاقي واحد كده اعرف اتكلم معاه. يبقى انا بدخل جوه دماغك كلمات وجرامر وسكيلز، فانت تخرج لي منهم انك حد بيعرف يتكلم كويس، وحد بيعرف يكتب كويس، وحد بيعرف يقرا كويس. ده الاساس بتاع الموضوع، انت تعرف كمان تتكلم. عندي مهاره كمان اسمها مهاره الليسننج. واحد يقول لي هو الليسننج دي سكيل؟ طبعا. اي مكان هتروح تمتحن فيه هيقعدوك قصاده ويقول لك مثلا انتروديوس يور سيلف، بتقعد تتكلم كده، انت بتعمل سبيكنج اهو. هيبدا هو يسالك لو انت مش فاهم بيقول ايه، لو مش سامع كويس، قصدي مش سامع كويس يعني هو الراجل بيتكلم باكسنت مختلفه، بيتكلم بسرعه شويه، بيتكلم مستخدم فوكاب صعب عليك شويه، انت كنت عارف الفوكاب ده بس ايه، بتشوفه بعينك بس ما بتسمعوش، فكده انت مش هتقدر تتعلم لغه. معنى كده ان انت لازم، وانت لازم وانت بتتعلم وانت بتتعلمي اللغه، يبقى معانا فور سكيلز. يلا بينا بقى كده، اللي هي ها، الريدنج ايوه، والرايتنج تمام، والسبيكنج نمبر 4، والليسننج. حلو قوي. طب يا عم انا بقى علمني يا عم خالد، يا اللي بتقول لي انا اعلمك لانجوج انت، وجاي بتقول لي انا مش جاي اديك منهج انجليزي. لا انا مش جاي اديك منهج طبعا، اولا مدرس اداك منهج، ما المنهج ده مالي الكتب والمنهج، لا انت بتتعلم از هول، يعني لغه كده على بعضها. حلو الكلام. طيب اتعلمها بقى ازاي دي؟ قال انت عشان تتعلم اللانجوج ديت لازم تمشي باللي احنا هنقول عليه ده. ايه هي؟ اي حد بدا وهو صغير، لما جيتوا تعلمه انجلش، علمونا ازاي في المدارس. الاول جات لنا ميس كده، لو انت فاكر كانت ميس مش مستر بتاعت كي جي دي، وبتبقى ميس يعني ميس يعني كده في نفسها، وكانت بدات تدي لنا الليترز الحروف، تقعد تعمل لنا اي بي سي لو فاكرين كده، وبدات تدي لنا اي بي سي دي واحنا كنا مبسوطين قوي. وكانت لو فاكر تقعد ترسم لك، تعمل لك كده نقط كده، تقول لك روح البيت امسك لي القلم، ادي الايه مثلا، امسك لي القلم وامشي لي عليها، وانت كنت بتمسك القلم كده وتروح بس ايه. وكانوا بيقعدوا يقول لك ايه، ابل، بي بنانا، سي كات، دي دوج، ولا دي ديناصور، وماشي الكلام يعني. فقعدت تاخد حروف كتير قوي، وبعدين بداوا يحولوا الحروف دي لكلمات، وبعدين بدا يحول الكلمات دي لجمل. طب انا داخل المنهج بتاع الانجليش وحافظ كلمات كتير، حفظك للكلمات الكتير ده اللي يهمني فيه انك تعرف تحول الكلمات دي لجمل. مهما كان الفوكاب اللي عندك كتير بس ما بتعرفش تحوله من مجرد كلمات لجمل، يبقى انت مش عارف حاجه. بدليل ان انا ممكن اقابل واحد اجنبي في الشارع وعمال وانا معايا مثلا جوجل ترانسليت حبيب قلبك اللي احنا هنمنعكم تستخدموه، لان احنا لازم نستخدم حاجه محترمه شويه. مش قصدي ان هو مش محترم، بس هو بيترجم حرفي. فانت معاك قاموس، فالراجل بيقول له عايز تقول له حاجه، فعايز تقول له انا عايز اروح السينما مثلا، فانت عارف انا افتح اي عايز وونت يذهب جو سينما ركبها على بعضها، تلاقي نفسك بقى وانت عاجن الدنيا. معنى كده ان انا ممكن يكون معايا الكلمات كتير بس انا مش عارف اتكلم، ومعايا الكلمات كتير بس انا مش عارف اكتب. محاضرتنا بقى ازاي تحول الكلمات دي من مجرد كلمات لجمل. طب لو انا حولت الكلمات لجمل، جمله جنب جمله جنب جمله، تعمل لك باراجراف، باراجراف تحت باراجراف تحت باراجراف، يعمل لك اساي، اساي تحت اساي، يعمل لك لانجوج، يعمل لك كتاب كامل تعمل لغه. يبقى انا بدايتي اني انا اعرف اعمل جمله صح. طب انا اتعلمت اعمل جمله صح، كل حاجه هتبقى حلوه.
طبعا هتفيدني في ايه الجمله دي؟ هتكتب باراجراف كويس، هتعرف تترجم كويس، سواء الترجمه دي كتابه او الترجمه دي تشوز. واحد يقول لي طب ما اللي تشوز ما هم بيكتبوها لنا، هوريك دلوقتي. هتفهم الكومبريهنشن لانك عرفت تقسم الكومبريهنشن دي لجمل ففاهمها. هتعرف تحل النوفل لانك هتبقى فاهم الاحداث، بس تقول ايه اصلا عارف الاحداث مش عارف اكتب، مع اني والله حافظ كلماتها عشان ما بتعرفش تكتب جمله. يبقى انا مطلوب مني النهارده في محاضره النهارده حاجه واحده بس، ان احنا نخلص المحاضره دي وانت ماسك قلمك في ايدك، وانت ماسك قلمك في ايدك وبتكتب جمله صح. تعالى معايا. احنا عندنا حاجه اسمها انجلش سنتنس اللي هي الجمله في اللغه الانجليزيه. طب الجمله دي عباره عن ايه؟ قال لك الجمله دي ليها نوعين. في نوع اسمه ستيتمنت. اسمه ايه بقى؟ ستيتمنت. ستيتمنت بالعربي يعني جمله خبريه اللي هي اخرها فول ستوب، اللي هي الجمله اللي بندي بيها معلومه. زي ما تقول مثلا ان مصر ارض السلام، ايجيبت ذا لاند اوف بيس، اهي دي كده اسمها ستيتمنت يعني جمله خبريه. وجمله ثانيه اسمها انتروجيتيف يعني جمله استفهاميه، اللي هي ايه البتاعه دي؟ ده اللي هو الكويستشن، السؤال. لما اكون بسال حد where do you live, do you swim, can you speak English، اي كلام مهم بسال بيه. احنا عايزين دلوقتي نركز اكتر على الستيتمنت. ستيتمنت اللي هي الجمله الخبريه. لو قدرت تطلع من المحاضره دي ان شاء الله يعني وانت بتكتب جمله خبريه مظبوط، يبقى احنا كده يعني عملنا حاجه حلوه جدا النهارده. طب يلا يا عم، واحد فيكم او واحده فيكم معاه شويه كلمات وعايز تحول الكلمات دي من مجرد كلمات، عايزه تخليها جمله. اعمل ايه؟ قال عشان تكتب جمله صح لازم الجمله دي تتقسم لثلاث حاجات. وانا بكتب جمله، انا بكتب جمله اللي هي الجمله البسيطه، ابسط حاجه اسمها سمبل ستيتمنت يعني جمله خبريه بسيطه. قال الجمله السمبل ستيتمنت دي بنقسمها لثلاث. انا ماسك قلم اهو بكتب اهو، يلا بينا نكتب. قال لازم تبدا بحاجه اسمها سبجكت. سبجكت ده اللي هو الفاعل، ماشي الحال. بعد السبجكت لازم تحط لنا فيرب، وده اهم حاجه في الموضوع كله، ده اكتر حاجه هتتعبنا. يبقى انا ببدا بسبجكت فاعل وبعدين بحط فيرب وما عكسش بقى. تالت حاجه اسمعها منك بقى، ده اللي انا كنت خايف منه. كل لما اسال ولد او اسال بنت اقول له الجمله تتكون يقول لي سبجكت وفيرب واوبجكت. مين قال كده؟ مين قال كده؟ الجمله بتتكون من سبجكت فاعل وبعدين فيرب فعل واخر حاجه في الجمله اسمها كومبلمنت. ايه من ايه كومبلمنت؟ وساعات يقولوها بريديكت. ايه كومبلمنت وايه بريديكت دي؟ اللي هو المكمل. طيب انا خلاص طالبين منك اخر السنه بيقولوا لك خدوا امسكوا قلم كده واكتبوا لنا 6 سنتنسز، 6 جمل عن السياحه او عن السلام، اي كلام. فانت بتقول طب يلا بسم الله الرحمن الرحيم انا هبدا اكتب. او انت دخلت انترفيو ولقيت الراجل بيقول لك انتروديوس يور سيلف، قدم نفسك، فهتقف تقدم نفسك فلازم تتكلم جمل. طب الجمل دي تترتب ازاي؟ لو جيت اكتب جمله اكتبها ازاي؟ ولو جيت اقول جمله اقولها ازاي؟ اسمع بقى. اول حاجه لازم تبدا بيها كلامك، لازم تبدا بحاجه اسمها سبجكت. سبجكت يعني الفاعل. ايه الفاعل ده؟ قال الفاعل ده يبقى حاجه من اللي انا هقولها دي. يا اما تبدا لي جمله، انا دلوقتي بشرح السبجكت اللي هو الفاعل اللي انت هتبدا بيه كلامك، لازم يبقى الفاعل ده يا اما ناون. ناون ده اللي هو اسم، اي اسم بقى. يعني عايز لو جالك ترجمه مثلا بتقول ايه، استطاعت الحكومه بناء مصانع جديده، انا ماليش دعوه باستطاعت، انا لازم ابدا بالجفرنمنت الحكومه. يبقى انا الطبيعي جدا ان انا لما اجي ابدا جمله لازم ابداها بسبجكت فاعل. يعني ايه فاعل؟ قال يعني تبدا بناون. ناون يعني اسم. اسم بقى ايه؟ خالد ماشي، دينا اوكي، education التعليم ماشي، ايجيبت اوكي، بيس السلام، اي اسم. اي اسم. يعني ايه اسم؟ الاسم هو الكلمه اللي ملهاش مضارع وماضي. يعني السينما دي اسم، والفود دي اسم، وبيس ده اسم، لكن جو يلعب ده فيرب لانه ليه مضارع وماضي. يبقى انا لما ابدا جمله ببداها بسبجكت فاعل. طب ايه الفاعل ده؟ ناون. طب ولو ما كانش ناون، لو مش اسم، قال ممكن الفاعل يبقى يا اما ناون يا اما بروناون. بروناون يعني ضمير، بس مش اي ضمير. كمان شويه كده هناخد حاجه اسمها انواع الضمائر، types of pronouns. في ضمير اسمه nominative pronouns. افتكر الكلمه دي كويس، هناخدها كمان شويه، اسمها nominative pronoun. nominative pronoun بالعربي يعني ضمير فاعل، وده ينفع ابدا بيه الجمله. طب ضمير مفعول لا ما ينفعش ابدا بيه. طب ضمير منعكس لا ما ينفعش ابدا بيه. احنا لازم نبدا بنومينيتيف يعني ضمير فاعل. طب ضمائر الفاعل دي في الانجليش كله كده يعني كام كلمه؟ 7 كلمات بس. يا اما هبدا ب يلا I، يا هي، يا شي، يا وي، يا يو،
يا they يا it. الاي والهي والشي والإت واليو أنت وأنتم والوي والذي. يبقى أنا لو ما بدأتش الجملة باسم بناون هبدأ ببروناون. يبقى أنا ممكن يجي لي جملة ترجمة تقول إيه؟ استطعنا الحفاظ على تقدمنا. استطعنا يبقى نبدأ بنحن اللي هي وي. استطاعت مصر يبقى نبدأ بمصر. يبقى لو عندي ناون أبدأ بيه، ما عنديش اسم ببدأ بضمير. طب افرض جالي جملة بتقول إيه؟ بتقول إن استخدام الكمبيوتر، بص الجملة، إن استخدام الذكاء الاصطناعي. أبدأ بإيه؟ أبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي. فأنا هدور على كلمة استخدام. استخدام دي بالإنجليزي اسمها يوسج. اسمها يوسج. أنا والله مش عارف يوسج، والله مش فاكر. قال لما تيجي تجيب جملة وتلاقي نفسك أنت المفروض تبدأ بنون، طب أنا مش عارف أجيب الاسم، يبقى ممكن تجيب بداله فيرب بلس اي ان جي. يعني كلمة استخدام ينفع تكتب يوسج؟ لا مش فاكر يوسج، اكتب يوزنج. يعني انا ينفع بدل ما ابدا باسم ابدا بفيرب بلس، اللي هو الجيرن، سموه جيرن فيرب بلس اي ان جي، حتى هو بالعربي اسمه اسم الفعل. طب لو ما بداتش باي ان جي ينفع تبدا ب تو انفينيتيف، يعني ممكن اكتب تو يوز. يبقى انا دلوقتي بقول لك لما تيجي تكتب جمله بالانجلش او لما تيجي تكتبي جمله بالانجلش بتقولي لنفسك ايه؟ انا بكتب جمله ستيتمنت، يعني جمله خبريه. حلو، الجمله الخبريه دي لازم ابداها بسبجكت فاعل. طب انا بدور يا اما في دماغي كده يا اما بحاول اجيب ناون اسم. طب ما اجيبش اسم يبقى اجيب بروناون ضمير، بس ضمير فاعل، اي او هي او شي او ات او يو او وي او ذي. ما عرفتش اجيب بروناون بجيب فيرب بلس اي ان جي او تو بلس انفينيتيف. يبقى انا لما يجي لي كلمه زي مثلا كلمه ممارسه الرياضه، اروح انا اقول الممارسه، لا والله مش فاكرها، يبقى نجيب كلمه يمارس ونحط لها ان جي تبقى براكتسنج. وانا مش عارفها تبقى دو، حط لها ان جي تبقى دوينج، تبقى دوينج سبورت. خلاص، يبقى انا كده عرفت ان السبجكت الفاعل بتاعي يا اما ناون اسم يا اما بروناون ضمير بس ضمير فاعل، يا اما فيرب بلس اي ان جي اللي هو الجيرند، يا اما تو بلس انفينيتيف. حلو الكلام. خلصت الفاعل، انت بتكتب جمله معايا اهو، انت ماسك قلمك في ايديك كده وبتكتب جمله. طب بعد الفعل اعمل ايه يا عم خالد؟ قال لك لازم بعد السبجكت ده تحط الفيرب. ما انا بكتب جمله بقى، فانا بعد ما حطيت السبجكت، بعد ما كتبت كلمه ايجيبت لازم احط بعديها فيرب، لازم بعد السبجكت فيرب. بس خد بالك الفيرب ده بقى مواضيعه كده كتير. قال لك الفيرب ده ليه انواع. في الانجليش الفيرب ليه انواع. ايه هما؟ عندي فيربس، عندي شويه افعال اسمها مين فيربس. مين فيربس يعني افعال رئيسيه. وافعال تانية اسمها helping verbs، وساعات يقولوا عليها auxiliary verbs اللي هي بالعربي اسمها افعال مساعده. وافعال اسمها modal verbs بيقولوا عليها بالعربي افعال ناقصه. مش عارف ليه ناقصه دي بس هنعرف دلوقتي. يبقى انا خلاص انا جيت اكتب جمله بتقول مثلا قامت الحكومه ببناء عده مصانع، قمت انا قلت انا هبدا بالحكومه، قمت كاتب ذا جفرمنت. حلو الكلام. وبعدين يا عم قال طالما بدات بالسبجكت خلصته لازم تحط بعديه الفيرب. طب ايه الفيرب ده؟ قال لا ده الفيرب ده موضوع. في نوع اسمه مين فيربس. مين فيربس يعني افعال رئيسيه، ودي كل الافعال بتاعت الانجليش كلها. اي فيرب في الانجليش تشوفه بعينيك كده، بلاي، جو، فيزيت، اي حاجه، ده اسمه فعل رئيسي. الافعال الرئيسيه ديت اللي هي زي فيزيت وزي بلاي وزي جو وزي كم وزي سويم وزي ايت وزي اي فيرب. ودايما الفيرب الرئيسي ده اجباري يتحط في الجمله. يعني عمرك في حياتك ما هتلاقي جمله في الانجليش ما فيهاش مين فيرب يعني فعل رئيسي. والمين فيربس دي منها ليها اشكال. يعني الفعل الرئيسي دوت دايما يبقى ليه تو انفينيتيف زي ما اقول تو بلاي، يبقى ليه تصريف اول فيرست كونجكيشن، وليه تصريف تاني، وليه تصريف تالت. فاحنا ساعات نقول مثلا جو والباست منها وينت اللي هو التصريف التاني، والباست بارتيسيبل جن. فالفعل يبقى ليه تصريف اول اللي هو المضارع وتصريف تاني اللي هو الماضي وباست بارتيسيبل. وينفع تحط لها ان جي تبقى تقول جوينج. ماشي الكلام. زي اهو بلاي، بلايد، وزي جو، وينت جن. يبقى انا بكتب جمله بالانجلش، مش عايزين نتوه من بعض. الجمله بتتكون من 3 حاجات: سبجكت فاعل، خلاص انا عرفت الفاعل ده اللي هو بيبقى اسم ناون او ضمير بروناون او جيران فيرب بلس اي ان جي او تو انفينيتيف. بعد ما حطيت الفاعل بحط حاجه اسمها فيرب.
الفيرب ليه انواع. اول نوع اسمه مين فيرب، يعني فعل رئيسي، اي فعل، جو بلاي فيزيت اي حاجه. ساعات بقى يطلع راجل يعني مش كويس ويجي لك يجيب لك فيرب كده ويقول لك والنبي قول لي الفيرب ده في الامتحان. يجيب لك فيرب زي مثلا ده، بصوا كده عليا، زي الفيرب مثلا arrive، قوم حط تحتيه خط ويقول لك والنبي قول لي الفيرب arrive ده فيرب مين، يعني فعل رئيسي، ويقول كده في الامتحان بص الجمله I arrive late. I arrive late. كلام حلو. وبعدين يقوم حاطط لك خط تحت كلمه arrive دي ويقول لك قول لي what type of verb، قول لي نوع الفيرب ايه. فانت تقول ده فعل رئيسي، يقول لك لا ما انا عارف انه رئيسي، انا عايز اعرف الفيرب الرئيسي ده اللي اسمه arrive ده. ويقول لك بقى، يقول لك هل الفيرب ده فيرب، بص بقى الاختيارات، يقول لك هل الفيرب ده transitive ولا intransitive ولا detransitive ولا stative. يعني عايزك تحفظ الاربع كلمات دول زي اسمك، لان احنا طول السنه انا وانت وانتي هنقعد نستخدم فيهم. يعني طول السنه اقول لك ايه هو الفيرب ده ترانستيف ليه، ما انت عايز تعرف ده ايه ترانستيف، ايه موضوع ايه ترانستيف، وايه الكلمه اللي انا مش فاهم اول مره اسمعها البتاعه دي. الفيرب اللي تقول عليه فيرب ترانسيتيف اللي هو بالعربي فعل بيجي بعديه اوبجكت، بيجي بعديه مفعول. يعني انا لما اقول مثلا ايه I visited Alex، I visited Alex، visit هنا جه وراها مفعول اللي هو أليكس. ما دام الفيرب جه بعديه مفعول يتسمى فيرب ترانسيتيف. بالعربي بيسموه فعل متعدي، يعني بيجي وراه اوبجكت. حلو الكلام، زي فيزيت وزي بلاي وزي بينت يدهن. فلما اقول I played tennis، انا لعبت تنس، اهي بلاي ده فعل رئيسي. نوعه ايه الفعل الرئيسي؟ نوعه ترانسيتيف. وفي نوع تاني اسمه intransitive، ده بقى اللي ما بيجيش بعديه مفعول. انا لو كتبت لك مثلا اني علي دايد، بص الجمله علي دايد، علي مات الله يرحمه، بعد دايد انا كتبت حاجه؟ لا. يبقى الفيرب ده هنا مش جاي وراه مفعول، يبقى ده يسمى فيرب intransitive. النوع الثالث اسمه فيرب detransitive. بص اسمها ايه؟ detransitive. طب الترانستيف بيجي وراه مفعول واحد، الانترانستيف ما بيجيش وراه مفعول اصلا. الديترانستيف بيجي وراه 2 اوبجكت، بيسموه بالعربي فعل متعدي المفعولين. ده بيجي وراه 2 اوبجكت. ايه 2 اوبجكت دي؟ لو خدت بالك مثلا من فيرب زي give، يعطي. لو انا كتبت لك اكزامبل بيقول ايه I gave May، انا اعطيت لمي. ايه بقى اعطيها ايه؟ لازم تقول لي اعطيتها ايه، يعني لازم كلمه كمان. فنقول I gave May مثلا a prize، كده انا قلت ان انا اديت لمي جايزه. الفيرب gave ده جاي وراه 2 مفعول، مي وبرايز، واحد اسمه دايركت وواحد اسمه اندايركت اوبجكت، يعني في 2 مفعول. يبقى ده نوع الفيرب جيف دي ترانسيف. يبقى انا اجيب لك جمله اخر السنه احط لك خط تحت فيرب، اقول لك المين فيرب ده، اقول لك كده الفيرب اللي تحتيه خط ده نوعه ايه، ويجيب لك في الاختيارات يقول لك هل ده ترانسيف. لو لقيت جاي وراه مفعول واحد يبقى ترانسيف. طب لو ان ترانسيف يبقى مش جاي وراه مفعول اصلا. طب لو جاي وراه مفعولين يبقى اسمه دي ترانسيف. في نوع كمان اسمه فيرب ستيتيف. ايه بقى ستيتيف دي؟ ستيتيف دي بيسموها افعال الاحساس والحواس. اي فيرب ما ينفعش يقعد شويه كده ويخلص. زي ايه؟ زي الفيرب love، يحب. انا لما اقول I love English او I love my wife مثلا، دي كده الفيرب love ده اسمه فيرب من افعال الحواس، زي see يرى، وهير يسمع، ولاف يحب، ولايك يحب. قال لك اي فيرب من دول يسموه فيرب ستيتيف. ماشي. انا بفكرك ان احنا بنتعلم نكتب جمله، الجمله بتتعمل من ايه؟ فكرني انت بقى. subject فاعل، verb فعل، لسه ما كملناش. السبجكت الفاعل كان يا اما ناون اسم، يا اما بروناون ضمير، يا اما فيرب بلس ان جي، يا اما تو بلس انفينيتيف. احنا بنشرح في الفيرب دلوقتي. الفيرب ليه 3 انواع. اول نوع اسمه المين فيرب، يعني الفعل الرئيسي. الفعل الرئيسي ده ليه قصه، ان الفعل الرئيسي نفسه ليه انواع، ممكن يبقى ترانسيتيف، انترانسيتيف، دي ترانسيتيف، او ستيتيف. بعد الفعل المين فيرب، بعد الفيرب الرئيسي، في شويه افعال في الانجليش كده اسمها هيلبنج فيربس.
helping verbs بالعربي يعني افعال مساعده. الناس بتوع اللغه قال لك احنا هنجيب نخترع كده 3 افعال بس في الانجليش كله كان فيرب 3، ونسمي ال3 افعال دول helping verbs. بتساعد في ايه دي؟ قال helping verbs دي يا عم بتساعدنا لما نيجي نكتب ان احنا ننفي الجمله. يعني في واحد بيقول اي فيزيت اليكس، انا بزور اسكندريه. طب افرض واحد تاني يظن انا ما بزورش اسكندريه، ده عايز ينفي الجمله. الفيرب فيزيت ده فعل رئيسي، طب انا عايز انفي الجمله. قال لك لا، لما تيجي تنفي الجمله لازم تجيب لها فعل مساعد. يعني ما ينفعش تقول اي فيزيت نوت، امال تعمل ايه؟ قال لما بنيجي ننفي الجمله بنستخدم مع الفعل الرئيسي كمان فيرب تاني اسمه هيلبنج فيرب، يعني فعل مساعد. وقاموا عاملين 3 افعال سموهم الهيلبنج فيربس، وقالوا ال3 افعال دول هنستخدمهم عشان ننفي، عشان نعمل سؤال. لما تيجي تعمل سؤال يقول لك السؤال لما تيجي تعمل سؤال بالانجلش لازم تحط فعل مساعد، او لما نيجي نغير زمن الجمله. وقاموا عاملين 3 افعال سموهم الهيلبنج او الاوكسيلري فيربس، اللي هم مين بقى دول يا عم خالد؟ قال عندنا فيرب يتحفظوا زي اسمك، ومش عيب ابدا لما تحفظه يقول لي انا هرجع احفظ فيرب تو بي. احنا بنبدا سنه جديده على خير ومن الاول خالص، كاننا بنبدا تعليمنا من اول وجديد عشان تخلص سنه على خير وتدخل كل اللي انت عايزه ان شاء الله. عندي فيرب اسمه فيرب تو بي اللي هو بالعربي يعني يكون، وفيرب اسمه فيرب تو دو اللي هو يفعل، وفيرب اسمه فيرب تو هاف اللي هو يملك او يتناول. دول اللي اسمهم الهيلبنج او اوكسيلري فيربس، يعني افعال المساعده. طب ايه بقى دول؟ قال دول افعال بستخدمها لما باجي انفي الجمله او باجي اغير زمن الجمله. فمثلا لو خدت فيرب تو دو، لما انا اقول لواحد مثلا I play tennis، I play tennis بلعب تنس. طب عايز اقول انا ما بلعبش، بضطر ان انا اقول I don't play tennis. بص انا قلت بقى، قلت I don't play tennis، بقى كده الجمله فيها I اللي هو الفاعل السبجكت، وفيها 2 فيرب don't وبلاي. بلاي ده المين فيرب ده الفعل الرئيسي، ودونت ده اللي اسمه هيلبنج فيرب. طب الهيلبنج فيرب ده شغلانته ايه هنا؟ شغلانته النيجيشن، يعني ينفي الجمله. طب ايه الافعال المساعده دي؟ فيرب تو بي اللي هو بيتكون من، في البريزنت في التصريف الاول بيتكون من ام وايز وار، وفي الماضي بنتكون من ووز ووير، وفي الباست بارتيسيبل بين. ام وايز وار في المضارع، ووز ووير في الماضي، بين في تصريف ثالث. وفيرب تو دو اللي هو دو ودز، والماضي منه ديد، والتصريف الثالث بتاعه دن الباست بارتيسيبل. وفيرب تو هاف اللي هو هاف وهاز، والماضي هاد، والباست بارتيسيبل برضه هاد. كنا بنشرح السنه اللي فاتت في يونت 8 درس اسمه الاكتيف والباسيف. عايز اقول لك اكتيف والباسيف ده لو معاك امتحانات ثانويه عامه قديمه ادخل بس ورايا مثلا، هتلاقي في امتحان ثانويه عامه اللي هو 2023 دفعه 23 24 جالهم في الامتحان 8 جمل جرامر، 5 منهم اكتيف وباسيف. ده حقيقي. الاكتيف والباسيف ده كله كده على بعضه معتمد على فيرب تو بي اللي هو بتاع ام وايز ار ووز وير ده، مع انه حاجه هبله اهو، بس هو معتمد على فيرب تو بي. لان انت لو تاخد بالك الجمله الباسيف بتتكون من اوبجكت بعدين فيرب تو بي وبعدين البي بي تصريف ثالث. فيرب تو بي ده اهم حاجه. يبقى انا دلوقتي عرفت ان في افعال اسمها الافعال الهيلبنج المساعده. الافعال المساعده دي اللي هي فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف. فيرب تو بي ده اللي هو ها، ام وايز وار، والماضي ووز وير، والتصريف الثالث بين. وفيرب تو دو اللي هو دو ودز، والماضي ديد، والباست بارتيسيبل دان. وفيرب تو هاف هاف وهاز، والماضي هاد، والباست بارتيسيبل هاد. دي الافعال المساعده. هستخدمها في ايه؟ هستخدمها لما اجي انفي الجمله، هستخدمها لما اجي اغير زمن. لو خدت بالك من الاكزامبل بيقول ايه هنا؟ بيقول I don't like tennis. انا استخدمت كلمه دونت ليه هنا يا عم؟ قال استخدمت كلمه دونت عشان انفي الكلام. طب لو قلت I like تبقى مثبته، عايز انفيها اقول I don't like. دونت ده فعل مساعد. يبقى انا بفكرك ان الجمله بتتكون من يلا subject، ها برافو، verb، بعدين complement. خدنا الفاعل بيبقى noun او pronoun او ing او to infinitive خلاص. خدنا الفيرب الفعل بيبقى يا اما مين فيرب، بس لما باجي انفي بجيب هيلبنج فيرب فعل مساعد. طب ايه الفعل المساعد ده؟ فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف. في نوع ثالث بقى من الافعال، احنا لسه بنشرح في الفيرب كده. ما ناخد لي بق شاي بس كده واحنا مع بعض كده، يعني عشان ايه؟ لا مننا وعلينا. بريد جدا جدا جدا، بس انا هشرب برضه. قال لك ايه بقى؟ قال لك ده في نوع كمان من الافعال اسمه مودال فيربس. ايه بقى حكايه مودال فيربس دي اللي نطت لنا في الموضوع؟ مودال فيربس دي اللي هي بالعربي سموها الافعال الناقصه. واتسمت ناقصه ليه يا عم؟ قال عشان هي ليها تصريف اول وتصريف تاني بس ملهاش باست بارتيسيبل. طب شغلانتك ايه يا مودال يعني؟ يعني انت بتنفي ولا بتعملي ايه؟ لا، المودال فيربس دي كل فعل فيها ليه شغلانه.
هم ايه الاول مودال فيربس؟ الويل والود، شال وشود، كان وكود، مي ومايت، ماست واوتو. ويل وود وشال وشود وكان وكود ماست واوتو. ويل وشال الاثنين يعني سوف، وبستخدمهم لما اعبر عن المستقبل. كان يعني يستطيع، وبستخدمها لما اعبر عن القدره، فلما اقول بيردز كان فلاي. مي يعني ربما، وبستخدمها لما اعبر عن الاحتمال، يمكن يمكن لا. ماست يعني يجب ان، وبستخدمها لما اعبر عن الالزام. فانا مثلا بكلم واحد عاوز اقول له انا مسافر اسكندريه، عايز اعملها جمله، فبقول كده I visit بزور أليكس، او I travel to أليكس. طب انا عايز اقول له بقى انا لازم اسافر اسكندريه، فهضطر اقول له I must visit أليكس. طب عايز اقول له انا احتمال اسافر اسكندريه، فاقول له I may visit أليكس. طب انا سوف ان شاء الله اسافر اسكندريه، I will visit أليكس. طب انا اقدر اسافر اسكندريه، I can visit أليكس. معنى كده ان المودال فيربس دي بنستخدمها في ايه؟ لما تلاقي كلمه يجب ان يبقى تستخدم should او must. لما تلاقي كلمه من المحتمل يبقى استخدم may. لما تلاقي كلمه سوف فاستخدم will او shall. لما تلاقي كلمه ربما هتستخدم may، وهكذا. عامل لك انا جدول كده، وعامل لك جدول القطقوطه اللي قاعده بتتفرج علينا وكتكوت اللي بيتفرج علينا. should و ought to بنستخدمه لما نكون بنعبر عن نصيحه. should have لما نكون بنعبر عن اللوم. يا بنت ذاكري مش هذاكر، يا حبيبتي ذاكري مش ذاكر، جابت درجه زي الزفت. ما تقول لها انا قلت لك you should have studied، قلت تذاكري، كده بتعاتبها. كان وكود بستخدمها للابيليتي، للقدره. must بستخدمها للالزام. mustn't للتحريم، اللي هو ممنوع تعمل ده. may ومايت مين بالناقصه مفروض بالواي، صلحوها، يعني ربما للاحتمال. وماست بي لما اكون بستنتج شيء. حلو الكلام. يبقى الناس اللي بتكتب انجلش بتبدا الجمله بسبجكت فاعل، بعد الفاعل بحط فيرب، بس خد بالك الفيرب ده ما ترزعش اي فيرب وخلاص. بتحط مثلا فيرب جو، عايز تنفيه يبقى تقول دونت جو، يعني تجيب له فعل مساعد. طب عايز اقول يجب ان، يبقى تكتب ماست جو، بس جو ثابته. المودال فيربس دي ممكن كده نشوف عليها كام اكزامبل، انتوا بقى اللي تقولوا لي كده. انا عايز بقى الرجاله كده تصحح لها، صح لي كده وصحصحي لي، تعالي لي كده اتقوته كتكوته بتبوته، وقولي لي اكتب ايه هنا. تعالوا معايا يلا. وسبيس ريسبكت لو، انا بقول احنا نحترم القانون. انهي مودال فيرب، انهي فعل ناقص ينفع هنا؟ وي مي ربما نحترم القانون، ولا وي كان نستطيع نحترمه، ولا وي ماست؟ هي ماست، وي ماست ريسبكت لو، يجب ان. يبقى الفعل الناقص اللي ينفعني هنا ماست. يو نوت جيف اب سموكينج، واحد بيدخن، مساء الفل يا برنس، وعايز اقول له يا تبطل تدخين، يبقى انا هنصحه، فاقول له يو ايه؟ يو شود. هايل هايل. طبعا I know I'd visit you but I'm not sure، انا مش متاكد ازورك ولا لا، اقول له I can visit، ولا I must visit، ولا I may visit. الله عليك يا استاذ، يبقى I may visit. not you help me، حياة ابوك تساعدني، ممكن تساعدني. انا بقول لواحد، بقابل واحد في الشارع بقول له can you help me، can you help me، حياة ابوك ممكن تساعدني، هل تستطيع مساعدتي، تبقى كان. طب هنا مكتوب the blind not see، the blind الناس المكفوفين not see، اقول له the blind mustn't see، ممنوع تشوف، ممنوع ما اشوفش اصلا. can see ولا can't see؟ can't see. بص انا بستخدم المودال فيرب حسب الجمله عايزه ايه. والله لقيت الجمله عايزه نصيحه بحط شود، جمله عايزه قدره بحط كان، عايزه الزام بحط ماست، حسب ما الجمله عايزه. in the past في الماضي women not vote، vote يعني مصوت في انتخابات. زمان كانت ست ما تقدرش تصوت في الانتخابات، ما تقدرش، يقدر يعني كان، بس الكلام فين؟ في الماضي، يبقى نجيب كود. طب بس دي هي كانت زمان بتصوت لا ما كانتش بتصوت، يبقى ما نقولش كود، نقول كود انت بقى. طب اخر جمله بتقول وي نوت بريك لو، نخالف القانون. اقول وي كان بريك لو، ولا وي شود بريك لو، ولا وي ماست بريك لو، ولا وي ماسنت؟ ايوه ممنوع نخالف، يبقى وي ماسنت. حلو الكلام. يبقى لو انت تاخد بالك كده، لما بنمسك قلم ورقه وبنيجي نكتب انجلش، انت مشكلتك كلها ان انت بتفكر بالعربي، فبتقعد تقول ايه؟ واحنا عايزين نسافر اسكندريه، نقول عايزين دي ازاي يا حبيبي؟ ليه كده؟ انت تحط قدامك كده تقول ايه؟ انا عايز اكتب جمله سبجكت وفيرب وكومبلمنت، لازم ابدا بالسبجكت. السبجكت ده اللي هو احنا، اللي يبقى وي. عايزين دي اللي هي نريد، يبقى want to visit، وبعدين اليكس، كده جمله سبجكت فيرب كومبلمنت. طب كده انا بقيت عارف الفاعل اللي هو بيبقى اسم او ضمير او اي ان جي او تو انفينيتيف، وعارف الفيرب
وعرفت ان الفيرب ده لازم احط الاول فعل رئيسي من فيرب، بس لما اجي في الجمله بجيب له هيلبنج فيرب فعل مساعد، ولما باجي اقول يجب ان من المحتمل ان بستخدم حاجه اسمها مودال فيربس، يعني الافعال الناقصه دي اسمها الفيربس. بعد الفيرب بيبقى عندك حاجه اسمها كومبلمنت. كومبلمنت دي يعني مكمل، هو بقى اخر حاجه في الجمله اللي احنا بنختم بيه الجمله عشان تبقى طالعه جمله صح. طب هي الجمله ماشيه ازاي؟ على افكرك كل شويه افكرك ليه؟ لان انت اكيد هتنسى، احنا في اول السنه والزهايمر شغال معانا حلو قوي طبعا، الفيسبوك والانستجرام والسناب شات والتيك توك والصلاه على النبي وهدير عبد الرازق يعني كل الناس مقصره عليك، فاحنا عايزين نخلينا مركزين. بعد السبجكت بعد الفيرب نحط الكومبلمنت. المكمل ده بقى اخر حاجه في الجمله اسمها مكمل. ومكمل ده انواع، ممكن يكون اوبجكت يعني مفعول، ماشي، وممكن يكون adjective يعني صفه، وممكن يكون adverb يعني حال. فانا ممكن اقول مثلا ايه؟ I ده فاعل، visit ده verb، Alex ده اسمه complement. Alex دي مفعول. وممكن اقول مثلا I am happy. happy دي مش مفعول، happy دي adjective صفة. يبقى المكمل ممكن يطلع مفعول أو يطلع صفة. وممكن أقول I speak، أنا بتكلم، بس مش أقول happy، بقول happy ليه؟ حتى احنا بالعربي بنقول أنا بتكلم بسعادة، ده اسمه adverb حال. يبقى المفعول ده ينفع يبقى object ضمير، ممكن يبقى adjective صفة، وممكن يبقى انا اسف ممكن يبقى object مفعول، ممكن يكون adjective صفه، ممكن يكون adverb يعني حال. كل دول اسمهم complement يعني مكمل. ماشي. طب المفعول ده ممكن يكون اسم او ضمير، بس خد بالك بقى موضوع الضمير ده قبل ما نقوله، انا عايز افكرك دلوقتي ان انا اتعلمت اكتب جمله صح subject وفيرب وكومل. لو انا خدت الكلام البسيط قوي 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 اللي خالد قاله ده واستخدمته انا، يعني عملت بيه انا شويه انجلش كده حلوين، هل هيفيدني؟ انا هوريك دلوقتي اذا كان ده يفيدك ولا لا. هناخد جمله بسيطه خالص وهنترجمها، هتشوف ان انت ممكن يكون دماغك متركبه بطريقه وهو الانجليش حاجه تانية خالص. تعال شوف. تتاثر السياحه بالاحداث الجاريه تاثرا كبيرا. انا هاخد بق شاي وانتي انت اللي قاعده يا بنت فوقي كده، وانت صديقي العزيز لا فوق وروق، قول لي بس ابدا بايه؟ تتاثر السياحه بالاحداث الجاريه تاثرا كبيرا، قول لي بس ابدا بايه؟ والله العظيم كنت عارف، يعني كنت متاكد ان لسانك القاصر ده هيطلعها كده من بقى. نص اللي قاعد قصاده دلوقتي قال هبدا بالسياحه والله. طب تعالى كده اقول لك حاجه، انا اتفقت معاك ان الجمله سبجكت وفيرب وكومبلمنت صح؟ ماشي. تتاثر السياحه بالاحداث الجاريه تاثرا كبيرا، مين الفاعل؟ سياحه ولا سياحه لما تسيحك يا بعيد؟ سياحه دي المفعول. مين اللي بيؤثر الاحداث الجاريه؟ بتعمل الاحداث الجاريه بتاثر في مين الاحداث الجاريه؟ في السياحه، يبقى لازم ابدا بالاحداث الجاريه. وقالوا لي طب ما انا عادي ممكن ابدا بالسياحه. السياحه دي المفعول يا حبيبي، لو بدات بيها هتضطر تعمل جمله باسيف. طب ما اعملها باسيف، انت اصلا عارف الباسيف؟ اخدته في اولى وثانيه بس مش فاكره بصراحه. يبقى انت بتفكر غلط. فكر سهل، فكر في الصح. انت لازم تبدا بالسبجكت، يعني لازم تبدا بكلمه الاحداث الجاريه. مالها يا عم الاحداث الجاريه؟ بتؤثر في مين يا عم؟ في الاحداث، في السياحه. حلو، يبقى نبدا بالاحداث الجاريه اسمها ذا احداث يعني ايفنتس صح كده؟ وانا كنت اكتبها اكشنز، اكتبها اكشنز. فاضل لي بقى جاريه. جاريه يعني بتحصل دلوقتي، فممكن تكتب today's event. today حط الابوستروف اس. nowadays event ممكن تكتب الكلمه الصح بتاعت اللي هي current events. current events يعني الاحداث الجاريه كده. ده السبجكت، ده الفاعل. انت خلصت الفاعل يا عم اهو.
طب خالد قال لي بعد الفعل بحط فيرب. الاحداث الجاريه بتعمل ايه؟ بتؤثر. فكرني بقى يعني ايه تؤثر كده عشان نسيت. يعني افكت. ماشي يا سيدي، ماشي يا سيدي. يبقى current events affect. تأثر في مين؟ بتأثر في السياحة. يبقى نكتب السياحة. تعالى على السياحة. توريزم. حلو قوي. خلصنا؟ لا لسه في تأثرا. نوقف بقى دقيقة. مع الوقت لما نبدأ نتعامل مع بعض كويس لو سألت بتوع الناس الدفعات القديمة واللي قبل كده هيقول لك اصل خالد علي بيبقى جاي يعلمنا. يعني خالد علي مبقاش همه ان لما يجي لك باراجراف ابدا مش عارف المقدمه دي خالص. مش هعمل كده خالص. عمر ما هتلاقيني جاي بقول لك قاعده افتر بيجي ورا خالص. مفيش حاجه اسمها قاعده افتر اصلا. واحد يقول لك دي قاعده ايه قاعده وايل دي؟ مفيش حاجه اسمها كده. احنا هنفهم ونتعامل. فهتلاقيني وانا بدي الترانسليشن مش هقول لك ايه ولا لو انت حافظ كلماتها لا ولا موضوع كده اصلا. الموضوع كله في دماغك تشتغل. تعال شغلك دماغك. تتاثر السياحه بالاحداث الجاريه تاثرا كبيرا. انا دلوقتي كتبت ان الفاعل current events ده السبجكت والفيرب اسمه افكت والكومبلمنت المكمل هو التوريزم السياحه. فاضل كلمه تاثرا وكبيرا. عايز حد شاطر كده يعرب لي تاثرا. تتاثر السياحه تاثرا. اعرب لي تاثرا. والله كنت عارف ان انت اللي هتقوليها. مفعول مطلق. حلو الكلام. المفعول المطلق في الانجليش لا يترجم اصلا. لما اقول لك جرى احمد جريا الغي جريا من الجمله. ما يعني تاثرا دي الغيها لانها مفعول مطلق ما بيترجمش. امال اعمل فيها ايه؟ ما تعملش فيها حاجه خلاص سيبها. انت بس هتكتب كبيرا اللي هي عظيم. عظيم تبقى greatly adverb لان affect verb والفيرب بيجي بعديه adverb. قاعده كده في الانجليش تقول لك بعد الفيرب نجيب adverb يعني بعد الفعل حال. كده بقت الجمله ده current events affect tourism greatly. وبعدين بس انا اصلا ما كنتش عارف كلمه احداث جاريه دي. ده انت لو كتبت what happens now يعني ما يحدث الان صح. ادي اول جمله. بس لو خدت بالك الجمله مشيت بالانجلش المظبوط subject verb complement. ما دام الكونستراكشن صح وما دام المينينج صح ما هو الموضوع كله ايه؟ قاعده ومعنى. التركيب صح والفوكاب صح يركبوا على بعض تطلع لانجوج صح. واحده كمان بقى. بتقول محمد صلاح ماله عم محمد مصدر فخر للمصريين والعرب. حلو الكلام. ابدا بمين؟ انا مش سامعك. ابدا بمحمد صلاح اكيد. ماشي يا عم نبدا محمد صلاح. ماله بقى عمك محمد؟ مصدر. يبقى نحط كلمه مصدر. طب تعال نبدا الاول بمو صلاح. مو صلاح مصدر. لا وقف. محمد صلاح ده بالنسبه لنا السبجكت حبيبي. وكلمه مصدر يعني سورس. ده مش فيرب. انا اتفقت معاك لازم بعد السبجكت تحط لي فيرب. سورس دي كده مكمل. لازم الجمله تبقى فاعل بعدين فيرب. خالد طويل تقول خالد تل ولا خالد از تل. يبقى في فيرب اهو لازم يتحط. يبقى لازم نقول كده محمد صلاح is a source مصدر of. حد فاكر يعني ايه فخر؟ لا مش براود. براود يعني فخور. انا عايز الفخر. براود يعني فخور دي adjective. الفيرب منها اسمه النوع منها اسمه pride. إذا source of pride for المصريين طبعا Egyptians and the Arabs. حلو الكلام. واحد يقول لي طب افرض بقى انا يا حاج ما كنتش عارف فخر دي. لا ده انت ممكن تكون مش عارف فخر مش عارف مصدر كمان يا سورس. عادي جدا. الطالب الشاطر هو الطالب اللي بيفكر. بتفكر كويس كل حاجه تبقى كويسه. حافظ هتنسى نو واي. فاهم عمرك ما هتبطل تفهم. ممكن تنسى لكن طالما ده شغال كل حاجه تمام. انا اصلا ممكن ابدا الجمله دي مش بمحمد صلاح. انا ممكن اجيب محمد صلاح في اخر الجمله. ده انت ممكن تطلع اسرع منه تقول له ايه بقى؟ Egyptians المصريين and the Arabs والعرب are يكونوا proud فخورين of محمد صلاح. الجملة دي والجملة دي بيدوا نفس المعنى ان المصريين والعرب فخورين بمحمد صلاح
ومحمد صلاح مصدر فخر المصريين والعرب بيدوا نفس المعنى. ما دام بيدي نفس المعنى يبقى انت بتتكلم صح، لان اللغه means of communication، وسيله تواصل، هي وسيله تواصل. مش مهم بقى الوسيله دي جت ازاي، شاورت لك، غمست لك، لطشتك بالقلم بالشلوت، المهم ان انت فهمت انا عايز ايه. المهم ان اللي انت بتكتبه يدي نفس المعنى ويكون متركب صح. تعال ناخد جمله كمان. يتسم المصريين بالصبر والطموح. ابدا بمين؟ هايل، نبدا بايجيبشنز. حد فاكر يعني يتسم؟ ولا ربنا يهدك يا بعيد؟ يد سمايل دي يعني يبتسم مش يتسم. انا عايز يتسم. لا والله مش عارف. describe. describe دي يعني يوصف، يهبل. لا مش عارف. طالما انا مش عارف اجيبها بالانجلش هجيبها بالعربي. يتسم خالد بالغباء. لا يا استاذ ما تقولش عن نفسك كده. لا يا عم انا بقول عن نفسي كده، مالكش دعوه. يتسم خالد بالغباء يعني خالد يكون غبي. يتسم المصريين بالصبر يعني المصريين يكونوا صبورين او عندهم صبر. يكون ده بقى اللي هو ايه؟ فيرب تو بي اللي انا لسه قايل لك عليه من شويه. قاموا ايه زوار يعني اكتب ايجيبشنز ار بس. صبور يعني امبشس، انا اسف يعني بيشنت. وطموح يعني امبشس. خلاص كده شفت الكلام. Egyptians المصريين are يكونوا patient صبورين and ambitious يعني طموحين. ليه الموضوع بسيط كده؟ عشان انا بعرف اكتب انجلش، انا بعرف اكتب جمله، انا بمشي subject verb complement. ما دام انت بتركب الكلام صح كل حاجه قدامك هتبقى طوع، يعني كل حاجه هتمشي في ايديك وانت مش شايل هم. في حاجه مهمه قوي 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 عايز اديها لكم. انا دلوقتي ماشي معانا واحده واحده، خالد اهوت بيدينا عرفنا يعني ايه جمله، نكتب جمله ازاي. خلينا نكتب جمل بايدينا. وعرفنا يعني ايه سبجكت، يعني ايه فاعل، يعني ايه فيرب، يعني ايه كومبلمنت، وان السبجكت ده بيبقى اسم او ضمير او اي ان جي او تو انفينيتيف. وعرفت ان الفيرب ده طلع موضوع، ده فعل رئيسي وفعل مساعد وفعل موديل. وعندي الكومبلمنت المكمل اللي هو بيبقى اوبجكت او ادجكتيف او ادفيرب. لو انت فاكر لما اديتك الفاعل السبجكت قلت لك ان الفاعل ده ممكن يبقى ناون اسم او بروناون ضمير. بس قلت لك لو الجمله الفاعل بيبقى ضمير اسمه ضمير فاعل. في بقى ضمائر تانية غير ضمائر فاعل دي. يعني في كذا ضمير، واحد يقول لك ايه اي مي ماي ماين مايس ايه هم كتير كده. ايه لو سالت بنت قلت لها يعني ايه انا؟ اي مي ماي ماين ماي سيلف. ايه دول بقى؟ اسمع بقى. الجدول ده اسمه تايبز اوف بروناونز يعني انواع الضمائر، وده مهم جدا جدا جدا. عندي الضمائر انواع. نوع اسمه نومينيتيف، ومعلش هتحفظوا اسمه بالانجلش لان في سؤال هيجي رخم كده هيجيب لك ضمير ويحط لك تحتيه خط، يحط لك خط تحت شي، يقول لك والنبي الضمير ده نوعه ايه؟ فانت تقول ده ضمير فاعل. ايوه بالانجلش بقى اسمه ايه؟ اسمه نومينيتيف. ها نومينيتيف تاني كده، نومينيتيف. ودي اسمها ضمائر الفاعل اللي هي الاي والهي والشي والإت واليو والوي والذي. ودول مكانهم في أول الجملة، يعني دول ضمائر الفاعل بتيجي في أول الجملة. طب لو عايز أقول أنا ساعدت، أنا ساعدت أقول I helped، مش هكتب هي بقى، أقول I helped him. I فاعل، ساعدته هو هنا مفعول. قال لك إيه؟ قال لك I ضمير فاعل، لو جت في آخر الجملة تبقى اسمها مي. عشان كده بتقول لواحد ساعدني بتقول له هيلب مي. لو انا اللي بساعده اقول اي هيلب يو. يبقى الاي في اول الجمله اما المي في اخر الجمله. الهي لما بتيجي في اخر الجمله اسمها هم، ده ضمير مفعول. شي اسمها هير، ات بتفضل ات، يو بتفضل يو، وي بتبقى اسمها اس، وذي بتبقى اسمها ذم. يبقى لو جات لك ترجمه بتقول تساعدنا السياحه، تساعدنا السياحه، تبدا بالسياحه اللي هي توريزم. هيلبس اكتب بقى هيلبس وي ولا اس. طب نحن نساعد السياحة، نحن تبقى we help tourism. في كمان نوع اسمه possessive يعني ضمير منعكس، اسمه ضمير ملكية، أنا آسف، وصفة ملكية. صفات الملكية وضمائر الملكية ماي وماين الاتنين بيدلوا على الملكية. عايز أقول الكتاب ده كتابي أنا، كتابي أنا، أقول ماي بوك، ده كده بيدل على الملكية. أو أقول ذا بوك از ماين. إيه الفرق؟ دي ملكيه ودي ملكيه. ماي صفه يعني لازم يجي بعدها اسم، فلازم اقول ماي بوك، هيز بوك، هير بوك.
ماين ضمير ما بيجيش بعديه اسم، فلما اقول ايه عربيتي اقول كده ماي كار، لكن اقول ذا كار از ماين بس ما اكتبش بعدها اسم. يبقى صفات الملكيه اسمها possessive adjective بيجي بعدها اسم، اما possessive pronouns ما بيجيش بعدها اسم. his وهير وإتس ويور وأور وذير دول اسمهم possessive adjectives يعني صفات ملكية. his وهيرز ويورز وأورز وذيرز اسمهم possessive pronouns. عندي كمان حاجة اسمها reflexive يعني ضمائر منعكسة، دي لما اجي اقول نفسي نفسك نفسها، فلما يجي لك ترجمة يقول لك يجب علينا الاعتماد على أنفسنا، يجب علينا الاعتماد على أنفسنا، تقول يجب علينا احنا تبقى وي، يجب should يعتمد depend on أنفسنا ourselves. فلما تقول أنا ببص في المراية بشوفني أنا، فعايز أقول بشوف نفسي يقول كده أنا I see myself. ضمائر المنعكسة دي اللي هي myself اسمها بالإنجلش reflexive، himself herself itself yourself نفسك yourselves أنفسكم ourselves أنفسنا و themselves. زي إيه؟ أهي I met him أنا قابلته walking by himself ماشي مع نفسه لوحده يعني. This is my book ده كتابي، my هنا ملكية صفة ملكية. This book is mine دي ضمير ملكية. ممكن يجي لنا ازاي الكلام ده لو سألت على الضمائر يعني؟ تعالوا كده نجرب. هيجيب لي ضمير ويقول لي نوعه ايه؟ عايزك انت بقى تقول لي كده يلا بينا. هنا مكتوب will I حطيت لي خط تحت I don't think I will be home before 6. بيقول لي بقى هل الضمير ده nominative ولا reflexive possessive ولا object؟ في واحد فيكم يقول لي ده ضمير فاعل، احنا عايزينها بالانجلش كان اسمه ايه بقى؟ بايل بتاع اللي انت بتقولها دي اسمها nominative pronoun يعني ضمير فاعل. طب اللي بعدها بتقول she saw herself ده اسمه بالعربي ضمير منعكس، كان اسمه بقى بالانجلش nominative ولا reflexive ولا possessive ولا object؟ هو مش nominative، كان اسمه reflexive جاي من reflect يعني يعكس، تبقى ده اسمه reflexive pronoun ضمير منعكس. you should depend on لازم تعتمد على واحد اللي بقى يو يبقى yourself، خد بالك هنا في all، يبقى انا ما بكلمش واحد ده انا بكلم حبه، بقول لك تعتمدوا على نفسك ولا على انفسكم. انفسكم تبقى yourselves لان كلمه يو اللي هي انت معناها انت وانتم، لو كانت مفرد يو يبقى yourself، لو كانت جمع تبقى yourselves. عرفت منين انها جمع هنا؟ عشان كلمه all كلكم تعتمدوا على نفسكم. You can leave your bag with نقط، سيب الشنطة بتاعتك معايا أنا. You دي جاية في أول الكلام يبقى ده ضمير فاعل، هنا نقط جاية في آخر الكلام يبقى أنا عايز ضمير مفعول معايا أنا يبقى with me، صح كده؟ وقعد يقول له طب ما أقول with myself يعني أقول له سيب شنطتك مع نفسي، إيه سيبها مع نفسي؟ هدردش مع الشنطة. He is my best friend the underlined word is an. بص بقى هنا مكتوب my مش مكتوب ماين، لو خدت بالك ماي بتدل على الملكيه بوسيسيف وماين برضو ملكيه، بس ماي جاي وراها اسم، الكلمه اللي يجي بعدها اسم تبقى ادجكتيف، اللي بيجي بعد الاسم صفه، اللي بيجي بعد الاسم يبقى ادجكتيف، يبقى دي صفه ملكيه اسمها ادجكتيف. لكن ماين ده ضمير بروناون. ماشي الكلام كده، انا خدت انواع الضمائر. عايز اتعلم ايه كمان النهارده؟ انا عايز يعني النهارده اديك كل الحاجات الاساسيات بتاعت الانجليش اللي تمشيني، وقعد يقول لي ما في الماضي البسيط والماضي، مش هقول الكلام الاهبل ده اصلا دلوقتي. لو انا قعدت اضحك عليك اقول لك ايه تعالى كده لما نفكرك بالماضي البسيط وبيتكون من التصريف الثاني للفيرب والكلمات دل عليه مش عارف ايه ونقعد ندي مش عارف، وبعدين احنا عندنا 12 زمن، لو انا خدت ال 12 زمن دول قعدت هرت وبعدين جيت بقى اديتك المنهج هتلاقي يونت 1 ازمنه ويونت 2 ازمنه ويونت 3 ازمنه، تقول لي ايه ده احنا خدنا الكلام ده في المحاضره التاسيسيه. احنا النهارده هناخد فكره عن اللغه، مش عشان شويه جرامر اهبل واقعد اوجع دماغي واقول لك وافتر ومش عارف افتر خالص. احنا عايزين نحط اساس للغه، واقعد على الازمنه مش مهمه، مهمه بس بتتاخد مش كده. وعايزك السنه دي تتعامل مع الانجليش مش على ان المدرس جاي بيديك جرامر يبقى مدرس شاطر خالص. المدرس ده بيجي يديك لغه، يعني المحاضره يبقى فيها فوكاب، محاضره يبقى فيها جرامر، محاضره يبقى فيها لانجوج سكيلز، محاضره يبقى فيها سكيلز كمان، فيها لانجوج نوتس، فيها كل حاجه. يعني تطلع من المحاضره وانت بتقول ايه انا خدت محاضره انجليش، مش خدت زمن باست سيمبل وباست بيرفكت خالص، ما بقاش كده ولا الانجليش بقى كده. لما تشوفوا شكل الامتحان هتعرفوا
ان الامتحان عايز طالب فاهم انجلش، مش طالب مدرس عمال يقول له الماضي البسيط مش عارف بيتكون من الحركات اللي مش عارف ايه، مش فاهم، مش عارف بقى. عندي كمان ايه يا رجاله، ما نزل بق ميه بقى عشان انا شربت شاي كتير فاخد بق ميه. عندي ايه يا صديقي العزيز؟ عندي حاجه اسمها parts of speech. parts of speech يعني اجزاء الكلام. ما هي اللغه دي عباره عن كلام، والكلام ده ليه اجزاء. يعني كلمه جو فيرب، كلمه on لا دي حرف جر، كلمه I لا ده ضمير، كلمه فود لا ده نون. فساعات يجي اخر السنه كده ويقوم جايب كلمه، اي كلمه، وساعات يجيب كلمه رخمه. يعني يجيب لك كلمه فاست. حد فاكر يعني ايه فاست؟ ها؟ مش سامعك. انت منطقه صوتك سريع سريع ولا بسرعه؟ سريع وبسرعه يعني الاثنين. طب لو انا حطيت لي خط تحت الكلمه دي وقلت لك الكلمه دي فيرب ولا نون ولا ادجكتيف؟ ايه مش صفه، صفه سريع. لا هي فاست دي معناها سريع تبقى صفه، ومعناها بسرعه تبقى ادفيرب حال. معناها يصوم، يصوم في رمضان تبقى فيرب ومعناها الصيام، بدليل ان الفطار اسمه بريك فاست يعني نكسر الصيام. يبقى الكلمه دي فيرب ونون وادجكتيف وادفيرب. نهار اسود. طب انا اعرف منين؟ من معنى الجمله. فلما تقول مثلا the train is fast القطر سريع كده دي adjective. we fast in رمضان احنا بنصوم في رمضان كده دي verb. حلو. بيجيب لي كلمه، اي كلمه، ويحط لي خط تحت كلمه، يقول لي الكلمه تحتها خط دي عباره عن ايه. فانا اعرف part of speech. طيب دايما الكلمه بتتحط في جمله. الكلمه بتتحط في ايه؟ في جمله. في الانجليش في جمل بتدي معنى. جمله تديك معنى زي ما اقول ايه I visit Alex، دي اسمها جمله تعطي معنى، وبتتسمى جمله complete. بتسمى جمله ايه بقى؟ complete sentence. يبقى الكومبليت هي الجمله اللي بتدي ايه؟ معنى. طب لو قلت I visit وسكت، انا بزور، هل قلت لك بزور ايه؟ طب هل انت فهمت معنى؟ لا. يبقى الجمله دي مش جمله بتدي معنى، دي اسمها شبه جمله لا تعطي معنى. زي ما اقول لك ايه؟ الراجل اللي واقف جنب الباب ماله؟ ما انت ما قلتليش. يبقى الجمله اللي انا اديتها لك دي مش جمله، دي شبه جمله. اسمها بالانجلش بقى ايه؟ اسمها فريجمنت. اسمها ايه بقى معايا كده؟ لا قوليها معايا، اسمها ايه؟ فريجمنت. ودي incomplete sentence يعني لا تعطي معنى. يبقى لما اجيب لك اخر السنه 4 جمل اقول لك طلع لي منهم جمله كومبليت. الجمله الكومبليت يبقى تطلع الجمله اللي بتدي معنى. طب طلع لي جمله فريجمنت يبقى طلع لي جمله ما بتديش معنى. بعدين ممكن يحط خط تحت كلمه. قلت بقى الكلام يا اما بيبقى نون اسم، يا اما بروناون ضمير. وخد بالك انا لسه مديك من شويه ان البروناون ده انواع، اديتك انواع كلها. يا اما فيرب فعل واديتك انواعه، يا اما ادجكتيف صفه، يا اما ادفيرب حال اللي هو دايما بيبقى يعني او غالبا بيبقى في اخره ال واي، يا اما بريبوزيشن يعني حرف جر، يا اما كونجنكشن يعني اداه ربط. زي ايه؟ زي اند وزي بت وزي اولذو زي مثلا بيكوز، كل اسمها كونجنكشن. في حاجه كمان اسمها ارتكلز او ديترمينرز. ارتكلز يعني الادوات. ايه الادوات دي؟ لو حطيت لك خط تحت الآ او الان او الذا، الآ والآن والذا دول اسمهم ارتكلز. ارتكلز يعني ادوات. في حاجه كمان اسمها انترجكشن. انترجكشن يعني ادوات تعجب، ودي اللي هي كلمه او ماي جاد، وكلمه واو، وكلمه دي اسمها انترجكشن. طب يعني ايه اللي انت بتديه لنا ده؟ ده اللي بديه لكم ده سؤال بيجي كل سنه، بيحط لي خط تحت كلمه، اي كلمه يجي لك مثلا يقول لك ايه وي went تو مثلا ذا سينما، ويحط لك خط تحت ذا، يقول لك قول لي ذا دي ايه في الجمله؟ ايه البارت اوف سبيتش بتاعها؟ تقول له ذا دي ارتكل اداه. اي بلاي تنس، حط لك خط تحت بلاي، يقول لك بلاي دي ايه؟ قول له بلاي دي فيرب فعل. حلو الكلام. طيب يعني ورينا كده، ورينا كده بيجي في الامتحان ازاي البتاع ده. لو جالنا في الامتحان هو هيجي لكم طبعا ان شاء الله.
اول سؤال بيقول which sentence is fragment. حد بقى يفكرني يعني ايه fragment دي عشان نسيت. يعني جمله؟ لا، يعني شبه جمله اللي هي ما بتديش معنى. يبقى عايزين حاجه ما بتديش معنى. يلا بينا. before you go out call me. قبل ما تخرج اتصل بيا هات. before going out call me. قبل الخروج اتصل بيا هات. before you go out قبل ما تخرج. before you go out don't call me. ايه اللي ما بيديش معنى؟ باينه letter C before you go out. ماشي الكلام. طب which sentence is complete. عايزين جمله بقى complete يعني جمله بتدي معنى. I will work hard. هعمل بجد despite بالرغم من being tired. I will work hard regardless of بغض النظر عن being tired. I will work hard because بسبب the feeling الشعور. ايه بسبب الشعور دي؟ ايه لان الشعور دي؟ الجمله الكومبليت هنا الاولى والثانيه A و B، يبقى الاجابه لتر دي اللي هي A and B. I read an amazing novel. حطيت لي خط تحت amazing بيقول لي قول لي البارت اوف سبيتش. يعني عايز اعرف جزء الكلام هنا ايه؟ يعني عايزك تقول لي وعايزك تقولي لي هل كلمه amazing هنا هل هي preposition؟ ما في واحد فيكم يقول لك ايه اللي هي preposition ده اللي هو ايه؟ حرف الجر. عشان كده قلت لك الجدول اللي لسه واخدينه ده ما تقعدش تسمع الكلام تقول ايه خلاص انا شفت المحاضره. لا يا حبيبي، شفت المحاضره وتمسك ورقه وتمسك قلم وتقعد تكتب وتشغل نفسك وتقول، ولما اتفرج على المحاضره تاني ولما اسمع خالد بيقول ايه، لان اللي احنا بنقوله النهارده ده مكمل معانا بقيت عمرك، مش بقيت السنه، بقيت عمرك. لانك هتطلع بره تتكلم انجليزي تقعد تقول وتعجن وتدي وكلام بتطلعوا كلام من بقكم. طلبت من ولد في السنتر يقرا طلع قاذورات من بقه، قاذورات. يعني قام قال لي شراكتر اللي هو كاركتر بقى. قلت له ليه شراكتر؟ ليه تعمل فيها كده؟ كمل. بعدين قال لي ساتش از اللي هي ساتش از، لغايه ما قال كلمه كنت هديله بالجزم. قال لي الاويز. الاويز امك. ايه الاويز دي؟ اللي هي اولويز، اللي هي كانت زمان اسمها اولويز. قال لي ده امريكان ولا امريكان ولا من المطريه ولا انجليزي المطريه ده. يعني مش ما فيش الاويز دي خالص. فانت هتسمع الكلام وتقعد تمسك ورقه وقلم كده وتكتب معايا وتشوف. يلا عايز اعرف بقى كلمه اميزنج دي. اميزنج دي هل هي preposition؟ اللي هي ايه بقى ده؟ ايوه بص هيطلع يجيب من ورا عشان ايه؟ حرف جر ولا adjective ولا noun؟ اكيد adjective باينه قوي، دي صفه. amazing. واو اتس amazing. اللي بعدها بتقول I left my school at the age of 18. at حرف جر. حرف جر اسمه adjective ولا preposition؟ لسه قايلها بقى. ولا pronoun ولا adverb؟ طبعا ده preposition. وبعد الحاجات دي كانت بتاعت ابتدائي. ما انا عارف. انا عايز اجيب حاجات بتاعت ابتدائي، انا عايز اجيب كل حاجه فاتت. انا مش عايز ادخل فيك دخله اللي هو بفطرك طريق على الصبح. عايز اديك محاضره كده هينه لينه عشان لما ندخل في التقيل تقول ايه هو بدأ معانا على الحنين يعني. if we finish our work quickly. وحطيت لي خط تحت quickly. عايز حد شطور كده يجيب لي quickly دي تعتبر adverb conjunction verb ولا adjective. quickly بسرعه يبقى حال. بصوا finish verb دايما كده تقول نفسك ايه؟ finish ده verb صح؟ بعد الفيرب بجيب adverb. دايما بعد الفيرب adverb، بعد الفيرب adverb، بعد الفعل حال. he knocked on the door but دي تعتبر حرف جر ولا حرف جر لما يشيلك يا بعيد؟ but دي ايه؟ ايوه اداة ربط اسمها adverb ولا adjective ولا conjunction ولا verb؟ يا بت مال هي conjunction صح كده. هنا بقى جايب لي حاجه رخمه بيقول لي the word play. هو مش جايبها لي في جمله، بيقول لي the word play in English. عايز اعرف كلمه play في الانجليش تعتبر ايه؟ play يعني يلعب يعني verb. طب ما play يعني مسرحيه. ده كده ده verb ونون. طب ما انا ممكن اقول ده الواد ده بلاي بوي ولد لعوب. ايه ده؟ هي بلاي دي كمان تنفع صفه صحيح، عيل لعوب بلاي بوي صحيح. تبقى هي ايه؟ طب تبقى ايه بقى في الانجليزي؟ تبقى كل ده. تنفع فيرب بمعنى يلعب، تنفع فيرب اند ناون يعني فيرب وناون، تنفع ادجكتيف. all of them كله يمشي. اي دايسه في اي حاجه. بلاي يلعب، بلاي مسرحيه، بلاي اللعب، بلاي لعوب، كل ده صح. ده وورد فاست. بص بقى بص الجمله. تعالى عايزك تركز قوي مع نمبر 8 نمبر 9 دول. هنا مكتوب ده وورد فاست انجلش، يعني عايز كلمه فاست في الانجليش عامه. هل فاست دي فيرب؟ فيرب يعني يصوم. ولا ناون؟ ناون يعني الصيام. ولا ادجكتيف صفه؟ ولا اول منشن؟ كله تمشي اي حاجه. هي دايسه في اي حاجه. يعني فاست يعني صايم، وفاست يعني يصوم، وفاست يعني سريع، وفاست يعني بسرعه، صفه، حال، ظرف، اي كلام في اي حركاتنا شغاله. اول منشن يعني جميع ما سبق.
طب هنا بقى بيقول لي ان المسلمين فاست رمضان. فاست هنا مسلمز فاست رمضان، المسلمين بيصوموا في رمضان. هل فاست هنا تنفع كل حاجه؟ لا لا، هنا فاست هنا فيرب يعني يصوم، يبقى هنا ما تنفعش نختار الا كلمه فيرب بس، هي فيرب بس. يبقى لو جايبها لي في جمله، زي بلاي، لو انا بقول اي بلاي تنس، بلاي هنا فيرب. لكن بيقول لي بقى في الانجليش ايه؟ لا، في الانجليش دايسه في اي حاجه. I gave دينا present، انا اديت لي دينا هديه. ارجع بقى لاول محاضره كنت اديتك انواع الفيرب. هي give دي فيرب صح؟ عايز بقى حد كده، يا لهوي ده انت هتجيب لنا الموضوع من اول خالص. عايزك تجيب لي بقى من اول خالص لما اديت لك انواع الفيرب. انا عايز اشوف انتوا مصحصحين ولا ايه. تقول لي فيرب gave كان نوعه ايه؟ كان فعل رئيسي. لا، ما انا مش عايز كده. انا عايز اما خدت المين فيرب الفعل الرئيسي، قلت لك في فيرب رئيسي اسمه ترانستيف. يا لا هو طب استنى فكرنا بيه. قلت لك في ترانستيف وجي ترانستيف وان ترانستيف وستيتيف. جيف لو جاي وراها مفعول واحد يبقى ترانستيف، لو جاي وراها من غير مفعول يبقى ان ترانستيف. طب مكتوب I gave دينا a present، انا اديت لي دينا هديه، كده في كام مفعول؟ دينا وبريزنت، يبقى دول اتنين، يبقى ده اسمه دي ترانستيف فيرب. I have known him for years. no يعرف اي فيرب من افعال الحواس او الاحساس يبقى اسمه ستيتيف فيرب، يبقى اسمه ستيتيف فيرب. واحد يقول لي طب بس هو كمان ترانستيف. انا عارف ان هو ترانستيف هنا لان جاي ورا مفعول، بس هو ترانستيف وكمان ستي، يبقى الاجابتين دول صح الاثنين. تنفع ترانستيف فيرب لان جاي ورا مفعول، وينفع ستيتيف فيرب. He is cleaning the room. the underlined verb is cleaning، بينظف. He is cleaning the room. اشوف بعديه مكتوب the room. the room ده مفعول واحد صح؟ طالما مفعول واحد يبقى ده فيرب ترانستيف بس. امال ايه مودل ده؟ عشان نسيت والله. مودل ده الفعل الناقص اللي هو الول والود والشال والشود والكان والكد والمي والمايت وماست واوتو. طب عايزين نستغل بقى اللي احنا اتعلمناه ده كمان في الترانسليشن. وانا عارف طبعا انتوا بتعملوا الترانسليشن ازاي. ما بتبصوش على العربي ده خالص، تعملوا كده اذا نيو educational. عندي 3 educational، واحده educational، بس طلع على النبي education غلط. ما يمكن دي اللي صح، ما يمكن ال3 دولار دول صح. اوعى تعمل كده. انت هتقرا الجمله كلها وتشوف، ترجع للعربي. دلوقتي انا لقيت هنا مكتوب educational وهنا educational، هنا education هنا educational. educational يعني تعليمي، education يعني التعليم. اروح راجع للعربي مكتوبه هنا تعليمي، يبقى سي دي غلط. طب لو كانت الكلمه دي التعليم كان يبقى ال3 دول غلط ودي بس اللي صح. ماشي. ريجيم ديسيبلين سيستم. يا نهار اسود، مش زي بعض. يبقى ترجع بقى للكلام. هو مكتوب النظام التعليمي. كلمه نظام ليها 3 معاني. ريجيم دي لا مش نظام غذائي، ريجيم دي يعني نظام حكم الدوله. نظام الغذائي اسمه دايت. ديسيبلين ده يعني نظام اللي هو الانضباط، اللي هو ماشيين على عجين ما تلخبطوش. زي ما اقول لك انا بمشي مراتي على عجين ما تلخبطوش. فاهمين يعني؟ يبقى كده ريجيم غلط وديسيبلين غلط، يبقى الاجابه هتطلع لتر دي. اوكي. اللي بعدها، يجب علينا توعية الشباب ضد التطرف والادمان والهجره الغير شرعيه. برضه انا عارف ان انت رحت قلت وي 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 شد ورن. يا نهار اسود كله زي بعضه. يوث اجينست فور، يبقى فور اكيد غلط. هي صح لان ضد اسمها اجينست، يبقى فور دي ما تمشيش. فاضل لي 3. اكستريميزم. عندي واحده ماشي. التطرف اسمه اكستريميزم. دايما يقول لك ايه؟ تورست سائح، توريزم السياحه، تيرورست ارهابي، تيروريزم الارهاب. يبقى دي كده التطرف بالاي ام، يبقى الاي اس تي دي لا، يبقى ايه غلط. فاضل لي 2. ادكشن اند ليجل والليجل. الهجره الشرعيه ولا الغير شرعيه؟ غير شرعيه تبقى ايه؟ ليجل، يبقى الاجابه لتر سي. طب لو كانت الشرعيه كنا خدنا لتر بي. واحده كمان. التكنولوجيا سلاح ذو حدين. مودرن تكنولوجي. سلاح ذو حدين. هنا بقى بيسالنا على اكسبريشن. كلمه سلاح ذو حدين ده اكسبريشن اسمه دبل ايجد ويبن. دبل مش قابل، يبقى قابل دي غلط. ايجد مش ايج، يبقى دي كمان غلط.
فاضل لي دي ودي weapon so it should be used. انا كده عندي اجابتين صح، دي ودي، نهار اسود. ايه الفرق بينهم؟ دي مكتوبه كيرفول، دي مكتوبه كيرفولي. يوز يعني يستخدم، يوز ده فيرب صح، وانا بعد الفيرب ايوه بجيب ادفيرب. انا عايز ادفيرب حال تبقى ادفيرب، تبقى modern technology is a double-edged weapon it should be used carefully. letter B. ممكن الترجمه يسالني فيها على جرامر، لان انتوا كنتوا كلكم معتقدين ان الترجمه دي بتيجي على دي فيها اس ودي فيها اس ودي فيها اس والاخيره ما فيهاش اس، يبقى الاخيره دي بالجزمه. لا، ممكن يسالك على الجرامر. بص الجمله بتقول ايه؟ لم اعد امارس الرياضه التي اعتدت عليها. يبقى انا بطلت العب رياضه، يبقى انا كنت متعود العب وبطلت. حد فاكر قاعده هي دي يوز تو بيجي وراها انفينيتيف؟ ماشي. I am used to، لا ده انا لسه متعود. I no longer doing، ايه ده؟ I use، يا نهار اسود، ده كله صح. was used to بيجي وراها ان جي، was used to بيجي وراها ان جي. هنا مكتوب do ولا doing؟ do، يبقى ما تنفعش، ده جرامر اهو. used to do دي صح. I no longer بتساوي used to، بس no longer بيجي وراها فيرب في الانفينيتيف، هنا جايه وراها ان جي. لو كانت doing دي do، لو جايه في المصدر كنت اخترتها. ده معنى كده انه جايب لي جمله ترانسليشن بس على الجرامر. ده معناه ان الجرامر رايح للترجمه كان طبعا. وانا بشرح لكم محاضرات الجرامر لما ناخد المنهج ان شاء الله، هتلاقوني وانا بدي حصه الجرامر بقول لك ايه، خدنا قاعده اف، خدنا قاعده افتر مثلا، مش هجيب لك بقى اسئله تشوز عليها، ده انا هجيب لك عليها اسئله تشوز العاديه بتاعتك اللي انت بتحبها، وبعدين اجيب لك اسئله اقول لك هي افتر بتستخدم في ايه في الانجليش، ده في التشوز، وبعدين اجيب لك ترانسليشن على افتر. يعني كان في جمله شكلها اهبل جدا 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 والعيال حلها غلط، كان بتقول ايه؟ بتقول بعدما عمل كموظف لعدة سنوات قام بإنشاء مصنع خاص به. بعدما أفتر عامل، يبقى هو الأول اشتغل موظف بعدين فتح مصنع. فالعيال قالوا يبقى الفيرب الأول باست بيرفكت ماضي تام، والتاني باست سيمبل ماضي بسيط. الأول عمل وبعدين فتح. أيوه بس هو قال لك إنه عمل لعدة سنوات، ده مش ماضي تام، ده اسمه ماضي تام مستمر، لازم يبقى هاد بين اي ان جي. قالوا ايه؟ قال لهم دي قاعدة جرامر. عشان كده بقول لك ساعات يبقى كمان الترانسليشن جاي على الجرامر. طيب نشوف بقى العربي. ده العربي ده لعبتي، هنشوف. Everyone should play a positive role in developing our country and achieving progress. يجب على كل فرد ان يلعب دورا ايجابيا في تحفيز 2 تحفيز و2 تطوير. بصوا تحفيز تطوير نروح لايه؟ developing يعني تطوير مش تحفيز، يبقى تحفيز دي غلط وتحفيز دي غلط. فاضل لي 2. وتحقيق التقدم وتحقيق التنميه. اروح رايح هنا كلمه اخر كلمه اسمها بروجرس، لا بروجرس يعني التقدم، يبقى الاجابه ب. يبقى انا مش بجيبها باللي هي ايه، تنميه تقدم تنميه. طب انا هاخد ايه؟ ابص على العربي. طالما العربي اختلفنا فيه نبص على الكلمه الانجليش، وطالما الانجليش اختلفنا فيه نبص على الكلمه العربي. لازم نرجع للاصل، بيسموها لغه سورس ولغه تارجت. The government is trying to improve the educational system to keep up with world challenge. تحاول. بصوا لغايه كلمه يتحتى كله زي بعضه. احنا بس هنا مع كلمه يتماشى ويتغلب. اروح راجع للعربي. keep up with يعني يتماشى مع، يبقى ت وث دول غلط. التحديات المحليه ولا العالميه؟ اروح راجع هنا مكتوب وورلد تشالنجز، يبقى دي التحديات العالميه، يبقى الاجابه ب. ده التفكير الصح في الترانسليشن. لكن حكايه طير الاس مع الاس اللي بعدها بتقول unemployment البطاله is a serious problem that the public and the private organizations must solve. بطاله مشكله خطيره، جد خطيره. نشوف كده سيريس هنا، لا سيريس هنا معناها خطيره مش جاده. ايه مشكله جاده دي؟ يجب ان يحلها منظمات، يبقى بغلط. القطاع العام والخاص، يبقى اكيد مش القطاع التخصص. كده فاضل لي اجابتين. يجب ان يحلها منظمات ولا تنظيمات؟ اروح راجع للكلمه اسمها organizations يعني منظمات مش تنظيمات، يبقى الاجابه ف. طيب عايز انا بقى منك دلوقتي يا حاج، انت يا عم خالد قعدت تدينا كلام كتير وقعدت تعمل لنا فاعل ومش عارف ايه، ده انا همسكك قلم في ايديك دلوقتي وخليك تكتب لي جمل بقى بس بالطريقه اللي انا قلتها. يعني عايزك تكتب جمل معايا بالانجلش بس بالطريقه اللي انا قلتها. لو عايز تاخد بريك اقفل المحاضره واشرب لك
بق بق ايه، اشرب لك مج قهوه وارجع تاني كمل، وعشان تكتب معايا. بس وانت راجع لازم تجيب ورقه وقلم، لازم ايدك تشتغل. كل ما عدد الحواس بيزيد كل ما استيعابك بيزيد. عشان كده لما كنت باجي احفظ كلمات زمان او لغايه دلوقتي لازم وانا بحفظ الكلمه بكتبها. وطبعا انا هنزل لكم فيديوز ازاي نحفظ كلمات، لان انتوا هتبقوا عايزين طول الوقت ايه احفظ الكلمات ازاي، والجرامر بتذاكر ازاي، هو الانجليزي ده اصلا بتذاكر؟ ده الانجليزي ده بنقضي عليه وخلاص، ده الانجليزي ده زي الرسم. هو بقى قول لي بقى وانت القصه دي بقى بتذاكر ازاي؟ طبعا هتلاقي فيديوز ازاي نذاكر جرامر، ازاي نذاكر فوكاب، ازاي نذاكر نوفل، ازاي نذاكر سكيلز. وهتلاقي فيديوز بقعد اكتب باراجراف معاك، يعني ما تقلقش. يعني هتلاقي على المنصه بتاعتنا على اليوتيوب يعني انا هبقى معاك لغايه اخر يوم امتحان ليك في ثانويه عامه، مش الانجليش، الماده الاخيره ليك في ثانويه عامه. بعد كده بقى سلام، يعني خلاص هبقى خلصت معاك يعني. طيب نكتب جمل. هنكتب جمل ليه؟ عشان نطبق اللي احنا خدناه. بس عايزك تحط قدامك دي اللي هي سبجكت، مش سامعك. ايوه فيرب، الله عليك يا استاذ، كومبلمنت. بيقول لي رايت 6 سنتنسز، عايزين 6 جمل عن مكان يود لايك تو فيزيت. وده الباراجراف اللي جه في امتحان ثانويه عامه 2025 دفعه 20 اللي هم 24 25. ده اللي جالهم في الامتحان. بس هو جالهم باراجراف طويل، قعدوا لهم لو انت عندك امنيه ان انت تزور مكان قول لنا ايه هو المكان وعايز كانوا في الاخر خلاص قالوا عن انت عايزنا نزور مكان، هنزور كذا. انا المفروض ابدا اني اختار المكان. فممكن اقول كده I would like to visit، وبعدين اختار مكان. تركيا مثلا، اوكي تركيا، حد خسرنا حاجه؟ طبعا انا قلت ان انا عايز ازور تركيا. بعدين اقول بقى ليه، يعني اكيد ليه. هو بيقول لهم كمان قول له هتاخدوا مين معايا؟ ما هاخد مين معايا؟ هاخد صاحبتي يا صاحبي يعني هاخد معايا صاحبي او صاحبتي لو انت بنت يعني. اي ويش، بصوا اهي فاعل وفيرب. اي ويش تو فيزيت it، فاعل فيرب اهي subject verb I wish to visit it with my friend. بعدين ممكن نبدأ نفكر هنزورها ليه؟ نزور تركيا ليه؟ فممكن أقول مثلا it is famous. بصوا الكلام كلام بسيط قوي اهي. it is famous for، مشهورة ب its landmarks، يعني بعلامات مميزة. فول ستوب. الطقس بتاعها كويس. الطقس اللي هو the weather is fine، طقس لطيف. الشعب بتاعها شعب طيب. people there، الناس هناك are kind. أنا خلصت. ممكن أقول I like Turkish food. لو بصيت على الكلام هتلاقي كلام بسيط وانت واخد بالك ان انا برتجل. يعني ايه؟ يعني انا مش كاتب كلام مجعلص، بس انا ماشي ازاي؟ فاعل subject verb complement. I would like to visit Turkey. خلاص. Turkey. Subject I wish to visit it with my friends. Subject verb complement بس. It's famous for its landmarks. شوف الكلام بسيط. اولا الكلام بسيط بس صح. اوعى تفتكر ان البساطه سهله خالص. كان عندي مدرس الله يديله الصحه، وانا كان عندي مشكله في حاجه في دوران الارض. الارض بتدور من الغرب للشرق ولا من الشرق للغرب. وبعدين كل شويه اغلط فيها. فجيت قلت له يا مستر انا بغلط يعني كل مره لما يجي لي في تشوز السؤال ده بغلط فيه. قال لي غشه. قلت له ده قال لي غشه. قلت له ده غش حرام. انا طبعا غش حرام يعني. قال لي انا بقول لك غش. انا بقى اتصدمت، قلت ده انا هيديني طريقه وهيفهمني. لقيته بيقول لي غش. قلت له غش. قال لي، قلت له طب انا هغشها بس والله العظيم يوم القيامه لو ربنا سالني لاقول له ان انت اللي قلت لي غشها. قال لي لو ربنا سالك قول له ان انا اللي قلت لي غشها. فعارف انت سد عليا كل الطرق. فقلت له غش يعني؟ قال لي اه غش.
فانا عايز امشي وفي نفس الوقت عايز اقول له طب ده انا باجي اديك فلوس عشان تديني معلومات. قلت له انا غش. قال لي غش. بعدين مشيت، قام قال لي تعالى. قلت له، قال لي ممكن تمسك القلم ده؟ فاداني قلم سبوره كده. قلت له ايه؟ قال لي وانا قلت لك لو ما عرفتش الارض بتدور منين اللي فين هتعمل؟ قلت لي هتغش. قال لي طب معلش ممكن تكتب لي كلمه غش؟ قلت له غش اهي. قال لي يبقى الارض بتدور من الغرب للشرق، ما تنساهاش تاني. قلت له مستر ممكن اقول لك حاجه؟ قال لي قلت له يا ابن اللعيبه، ده بيعلمني افكر ازاي اربط معلومه عندي بكلمه، وازاي اربط معلومه عندي بحاجه. لكن اللي بيقعد يقول لك ايه يلا معايا الارض دوران الارض من الغرب للشرق، ولا لا لا لا، ده كلام حلو. الكلام كده انا اتعلمت اكتب جمله، اتعلمت يعني ايه سبجكت، يعني ايه فيرب، يعني ايه كومبلمنت، ايه انواع الفاعل وايه انواع الفيرب وايه انواع المكمل. اتعلمت ان في حاجه اسمها بارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام، في حاجه اسمها ناون وحاجه اسمها بروناون وحاجه اسمها ادجكتيف وحاجه اسمها ادفيرب، حاجه اسمها ارتكلز الادوات، كونجنكشنز ادوات الربط. اتعلمت ان الفيرب ده اللي طلع ليه ترانستيف وان ترانستيف دي ترانستيف. كتبت جمل بايديا. عايز دلوقتي عايز ادي لك حاجه اللي انت كلكم فاكرين ان حصه التاسيس بتبقى كده. الانجليش كله على بعضه كده في 12 زمن. انت بتحب الازمنه وبتموت في الازمنه، بس انا مش المدرس اللي يقول لك الباست سيمبل هو التصريف الثاني خالص، لان اصلا ده جاي في المنهج وهيتهرس في المنهج. انا عامل لك جدول في الازمنه بتاعت الانجليش كلها، كل زمن بيتكون من ايه، بيتنفي ازاي، بستخدمه امتى، والكيوردز بتاعته اللي هي كلام فارغ. فمثلا عامل لك ان البريزنت سيمبل المضارع البسيط بيتكون من التصريف الاول، والبريزنت كونتينوس بيتكون من ام واذا ار ان جي. طب ده ايه للمعرفه، وانا مش عايزك تقعد تذاكرهم، يعني ما تقعدش توجع قلبك. انا عايزك بس لو مدرس الجدولين دول فيهم ازمنه المضارع كلها، وهنا في ازمنه الماضي كلها، يقعد يقول لي انت بتكرر كده ليه؟ اصبر عليا. ودول ازمنه المستقبل كلها. انا عايزك بس لو انا وانا بكلمك قلت لك مثلا يا ابني يا بنتي قاعده اف بيجي بعدها زمن بس سيمبل، مش عايز حد يرفع ايده ليه هو ايه الباست سيمبل ده، لا انا عايز لما حد يقول لك مضارع بسيط تقول له انا عارف البريزنت سيمبل ده التصريف الاول. طب الازمنه دي بناخدها من اولى ابتدائي لغايه دلوقتي وبرده مش عايزه تتلم، نلمها في دقيقه. عد لي دقيقه، اعمل كده وقت. الانجليش فيه 12 زمن، الانجليش فيه 12 تنسز، 12 زمن. 3 منهم بريزنت يعني مضارع، انا اسف 4 منهم مضارع، و4 منهم باست ماضي، و4 منهم فيوتشر يعني مستقبل. يبقى انا عندي في الانجليش 12 زمن اساسيين. زمن لان في ناس يقول لك الفيوتشر ده 6 انواع، لا ده مش ازمنه، دي استخدامات. يبقى انا عندي 4 ازمنه مضارع، و4 ازمنه ماضي، و4 ازمنه مستقبل. البريزنت المضارع في منه بريزنت سيمبل يعني مضارع بسيط، وبريزنت كونتينيوس يعني مضارع مستمر، وبريزنت بيرفكت يعني مضارع تام، وبريزنت بيرفكت كونتينيوس يعني مضارع تام مستمر. يبقى المضارع 4: بسيط سيمبل، ومستمر كونتينيوس، وتام بيرفكت، وتام مستمر بيرفكت كونتينيوس. دول اسمهم ازمنه المضارع. طب والماضي نفس الاربعه، يعني باست سيمبل ماضي بسيط، يبقى في مضارع بسيط وماضي بسيط. باست كونتينيوس ماضي مستمر، باست بيرفكت ماضي تام، باست بيرفكت كونتينيوس ماضي تام مستمر. يبقى انا عندي ايه؟ مضارع بسيط ماضي بسيط، مضارع مستمر ماضي مستمر، مضارع تام ماضي تام، مضارع تام مستمر ماضي تام مستمر، بريزنت سيمبل باست سيمبل، بريزنت كونتينيوس باست كونتينيوس، بريزنت بيرفكت باست بيرفكت، بريزنت بيرفكت كونتينيوس باست بيرفكت كونتينيوس. طب والمستقبل هم نفس الاربعه. فيوتشر سيمبل مستقبل بسيط، فيوتشر كونتينيوس مستقبل مستمر، فيوتشر بيرفكت مستقبل تام، فيوتشر بيرفكت كونتينيوس مستقبل تام مستمر. بس مفيش اي ازمنه ثانيه في الانجليزي خالص. المضارع البسيط البريزنت سيمبل تصريف اول، المضارع البسيط بيتكون من تصريف الاول. طب والماضي البسيط تصريف ثاني. البريزنت سيمبل المضارع البسيط تصريف اول، والماضي البسيط تصريف ثاني. المضارع المستمر بريزنت كونتينيوس بيتكون من اما واذا وار اي ان جي. المضارع المستمر اما واذا وار فيرب بلس ايه اي ان جي. يبقى الماضي المستمر was او were اي ان جي. مضارع بسيط تصريف اول، ماضي بسيط تصريف تاني.
مضارع مستمر ام او اذا وار اي ان جي، والماضي المستمر وذا وير اي ان جي. مضارع تام هاف او هاز والبي بي. المضارع التام هاف او هاز والبي بي. طب والماضي التام هاد والبي بي. البريزنت بيرفكت هاف او هاز والبي بي، والباست بيرفكت هاد والبي بي. طب البريزنت بيرفكت كونتينيوس المضارع التام مستمر هاف او هاز بين اي ان جي. هاف او هاز بين اي ان جي، يبقى الماضي التام مستمر هاد بين اي ان جي. المضارع البسيط ده اللي هو التصريف الاول بنعبر بيه عن العاده او الحقيقه. المضارع المستمر ده اللي هو بريزنت كونتينيوس بيعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي. المضارع التام حاجه لسه حاصله. المضارع التام مستمر حاجه بدات في الماضي وشغاله في الحاضر لسه هتكمل. انا بديك فكره مش بشرح لك يعني، بفكرك بقول لك ايه هم. الماضي البسيط ده بيعبر عن الحدث الثاني سكند اكشن، او الحاجه اللي حصلت وكانت عاده في الماضي. الماضي المستمر حاجه كانت بتحصل بس كانت مستمره، عشان كده لو صاحبك كلمك قال لك ما ردتش ليه قول له كنت بذاكر اي واز ستادينج. الماضي التام بيعبر عن الفيرست اكشن يعني الحدث الاول، فنقول بعد ما ذاكرت نمت. ذاكرت دي ماضي تام ونمت دي ماضي بسيط. الماضي التام مستمر هاب بين اي ان جي، حاجه كانت بتحصل ومستمره وخلصت وحاجه حصلت بعدها. يبقى نقولهم سوا كده: مضارع بسيط تصريف اول، ماضي بسيط تصريف تاني. بريزنت كونتينيوس مضارع مستمر ام او اذا ار فيرب بلس اي ان جي يبقى الماضي المستمر وذا وير اي ان جي. مضارع تام هاف او هاز بي بي يبقى الماضي التام هاد والبي بي. مضارع تام مستمر هاف او هاز بين اي ان جي يبقى الماضي التام مستمر هاد بين اي ان جي. فيوتشر بقى المستقبل. مستقبل بسيط فيوتشر سيمبل والانفينيتيف، ده بيعبر عن حاجه هتبدا في المستقبل. مستقبل مستمر will be ing will be ing، حاجه هتبقى بتحصل وهتبقى مستمره في المستقبل. مستقبل تام will have be will have be، حاجه هتخلص في المستقبل. فلما اقول لك هتخلص شغل الساعه كام تقول لي على الساعه 5 I will have finished. مستقبل تام مستمر حاجه هتقعد شويه وتخلص will have been ing. يبقى future simple مستقبل بسيط will infinitive. مستمر will be ing. تام will have be. تام مستمر will have been ing. دي كل الازمنه اللي موجوده في الانجليش من ساعه ما ربنا خلقك لغايه ما تموت، مش هتسمع عن اي زمن تاني. هم دول بس كل ازمنه الانجليش في الجدول الصغير قوي 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 ده اللي في كل اللي انا قلته ده. طب يعني هناخد كام جمله كده، كام فكره يعني. واحد بيقول لي دونت سويتش اوف ذا تي في، ما تطفيش التلفزيون اصل انا اتفرجت. لا اكيد لسه بتفرج طالما ما تطفيش. يبقى الحاجه دي بتحصل دلوقتي، يبقى انا عايز مضارع وطالما بتفرج يبقى مستمر ام از ار فيرب بلس اي ان جي اي ام واتشنج لتر دي. ذا كار نوت فاست وين ات هيت، لما العربيه خبطت كانت عربيه خبطت. قلت العربيه خبطت اصلها جريت بسرعه ولا كانت بتجري بسرعه؟ لا اكيد كانت بتجري 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 ومستمره في الجري، يبقى was moving. we weren't hungry، ما كناش جعانين. ليه؟ لاننا كنا واكلين. يبقى احنا الاول كلنا. يبقى الحدث الاول الفيرست اكشن، الحدث الاول ماضي تام. الحدث الاول ماضي تام اللي هو هاد والبي بي، يبقى هاد اوريدي ايتن لتر سي. شي نوع فروم سكول ان يبقى الكلام حصل في الماضي. ما دام فعل اداك معاه وقت محدد، يعني قال لك سنه كذا، سنه 2000، سنه كذا، يبقى لازم تختار بس سيمبل جراديويتد. ده ميكانيك نوع ريبيرنج يور كايبر دي اند اوف ذا ويك وي كان ريسيف ات. بقول لك على اخر الاسبوع تستلم عربيتك. اصل الميكانيكي هيبدا يصلح ولا هيبقى بيصلح ولا يبقى خلاص صلحها؟ لا طالما هستلم يبقى خلاص صلحها. يبقى ده مستقبل تام اسمه فيوتشر بيرفكت. مستقبل تام بيتكون من ويل هاف والبي بي. واحد يقول لي انت كده شرحت لنا الازمنه. يا حبيبي لا، انا بس بعرفك ايه هي الازمنه، لكن احنا هناخد زمن البست سيمبل بس في حصه، في محاضره. ده حقيقي. all creatures كل المخلوقات بتتنفس اكسجين، دي حقيقه. الحقائق بريزنت سيمبل، الحقائق مضارع بسيط اللي هو التصريف الاول للفيرب. المخلوقات جمع يبقى بريذ من غير اس، الاس مع المفرد بس. after he had examined the athlete، ده دكتور بعد ما فحص الراجل الرياضي الدكتور اداله البرميشن. يبقى الاول فحصه ده ماضي تام، بعدين اداله ده بس سيمبل. الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني وبيعبر عن الحدث الثاني سكند اكشن. كانوا دايما يقولنا ايه؟ الحدث الثاني بيجي في التصريف الثاني. هو الاول فحصه وبعدين اداله التصريح، يبقى اداله دي الحدث الثاني بس سيمبل اللي هي جيف. دي متكرره لسه متعاده فوق اهي اللي قلنا جراديويتد اهي مكتوب ان سنه كذا يبقى جراديويتد لتر ايه. من ضمن الحاجات اللي عايز افكركم بيها في السريع يعني حاجه اسمها البانكتويشن.
بانكتويشن دي حاجه هنقولها دلوقتي كده باختصار، مش هنقولها بالتفصيل يعني لان دي محتاجه حصه كبيره، بس هديك عنها فكره اللي هي علامات الترقيم. ايه، احط حرف كابيتال فين، احط فول ستوب امتى، وهكذا. الاول الكابيتال ليترز، الحروف الكابيتال دي مكتوب انها بتتحط دايما في اول الجمله، دايما اي جمله تبدا بحرف كابيتال. وكمان بين الكوتيشن، طالما فتحنا اقواس يعني اي اقواس فتحناها لازم نبداها بحرف كابيتال. اسماء الاشخاص زي خلوجي، والالقاب زي مستر خالد، والجنسيات زي ايجيبشن كابيتال. بنكتبها كمان مع العيله، اللي هو لقب عيله، لما تقول داد او مام تكتب كابيتال، بس بشرط ما تحطش قبلها حاجه. يعني كاتب داد، بكتب داد كابيتال. قلت ماي داد، لا تبقى دي سمول مش كابيتال، تبقى سمول. عندي كمان ان بنحطها لما اسماء الاديان، ديانات زي كلمه اسلام، كتب السماويه زي القران والانجيل بايبل والتوراه، والجنسيات زي كلمه ايجيبشن، مع اللغات زي انجلش كل ده كابيتال. اسماء المحيطات زي اتلانتيك اوشن، والبحيرات زي ليك ناصر، والانهار زي ريفر نايل، والجزر والجبال زي الالبس والهيمالايا والانديز وهكذا. والدول والقارات افريكا ويوروب وايجيبت كل ده كابيتال. المدن زي كايرو. ايام الاسبوع كابيتال، يعني كلمه فرايداي ماندي كل ده كابيتال. الشهور زي كلمه مارش كابيتال. اما فصول السنه اللي هي الصيف والشتاء لا ده سمول. الايام والشهور كابيتال، الفصول لا سمول. الاعياد كابيتال، والاحداث التاريخيه يعني عايز اقول الحرب العالميه لازم اكتب وورلد وور كابيتال كابيتال. العلامات التجاريه زي كلمه نايكي وزي كلمه اديداس وكل ده بيتكتب كابيتال. المنظمات والجامعات يعني عين شمس يونيفرسيتي تكتب عين كابيتال، اي ان كابيتال، شمس تبداها كابيتال، يونيفرسيتي كلمه يونيفرسيتي كمان تبقى كابيتال. علامه استفهام بنحطها لما نكون بنعمل كويستشن اللي هي الكويستشن مارك، بنحطها لما نكون بنعمل سؤال. الكوما، بتحط الكوما لما تكون بتحط اداه ربط في الاول، يعني انا مثلا بدات بافتر، بكتب افتر في الاول، بعدين بكتب الجمله الاولى، بعدين بحط كوما والجمله الثانيه. طيب انا بقول لك الكلام ده عشان نعرف نستخدمه في الكتابه. هل ده سؤال في الامتحان؟ اوقات بيجيبه، بس ده هيتعمل له محاضره، انا بس بديك فكره عنه دلوقتي. لو الجمله بنحطها كمان قبل الكوتيشن، يعني طالما فتحنا اقواس، يعني كتبت هي سيد وفتحت اقواس، ما دام فتحت اقواس كده لازم تحط هنا كوما. طب لو انا بدات بالاقواس وفي كلام بعدها ما تحطش كوما. لو الاقواس جايه كده في الاخر بنحط هنا كده قبلها كوما. كمان بيقول لي انك بتستخدمها لو الجمله بادئه بكلمه من دي، اي جمله تبدا بكلمه بليز او شور او يس او نو او اوف كورس او ويل او اكسكيوز مي او سيرتلي او سوري او باردون، اي جمله تبدا في دي تحط بعدها كوما. طب افرض كلمه بليز مش جايه في الاول، جايه في الاخر، لو جايه في الاول حط الكوما بعدها، طب لو جايه في الاخر حط الكوما قبلها. قال لي كمان بعد الادفرب، يعني اي جمله تبدا بحاجه فيها ال واي، يعني بدانا الجمله مثلا بكلمه اكستريملي حط كوما، ويل حط كوما، مثلا كلمه ساينتفكلي حط بعدها كوما. في بعدين حاجه اسمها سيمي كولون، اسمها بالعربي الفاصله المنقوطه، ودي بنحطها لما نكون بندي جملتين، الجملتين دول ليهم علاقه ببعض. يعني اقول ايه، خالد is a kind man، he is my friend. كده انا قلت ان خالد ده راجل طيب هو صاحبي. جملتين لهم علاقه ببعض بس ما فيش بينهم اداه ربط. طالما جاب لك جملتين ليهم علاقه ببعض بس ما فيش بينهم اداه ربط، يبقى تكتب الجمله الاولى وبعدين تحط سيمي كولون والجمله الثانيه، ولازم الجمله الثانيه دي تبدا بحرف سمول. طب لو كان في اداه ربط، يعني كان كتب مثلا افتر او بيفور، كنت حطيت كوما بس، لكن لما فيش اداه ربط يبقى سيمي كولون. الكولون اللي هم النقطتين اللي فوق بعض بنستخدمهم لما ندي اكزامبلز امثله، او بندي شرح او توضيح. يعني تقول ايه، انا زرت مدن كتير، وبعدين بدات تقول المدن دي كايرو اليكس وي وي وي، يبقى تحط قبليها كولون. انا هاكل النهارده وقعدت ترص الحاجات اللي انت هتاكلها تحط كولون، بتشرح كولون. الابوستروف بستخدمها في حاجتين، لو بعمل ملكيه زي ما اقول عربيه خالد فبكتب خالدز كار، بكتب خالد ابوستروف اس كار. طب افرض الاسم ده جمع، يعني عايز اقول عربيه المدرسين، اكتب تيتشرز اخرها اس، احط الكومه بعد الاس. او لما بعمل دمج، يعني ايه دمج، يعني بقول ايه ايد لايك فبكتب ايد اي ابوستروف دي، يبقى الابوستروف دي للدمج لما ندمج كلمتين مع بعض او للملكيه. الهايفن الشرطه دي بتتحط لما نكون بناخد كلمتين نخليهم كلمه واحده، زي ما اقول مثلا mother in law، father in law، اكس تيتشر مدرسي السابق، اكس وايف اكتب اكس شرطه وبعدين اكتب بعديها الكلمه الثانيه، كل ده بنحط هايفن.
الاكسكلاميشن مارك علامه التعجب بستخدمها لما اعبر عن الغضب، لما الجمله تبدا بكلمه اوبس او بكلمه او للنداء، ولما الجمله تبدا باي حاجه فيها اعجاب او حب زي ما اقول اي لاف يو اي لايك يو، كل ده بنحط بعدها علامه تعجب او النداء، والنداء ده هي الحاجه اللي بادئه باو. واي جمله تبدا بفيرب في المصدر يقول لي اوبن ذا دور، حط علامه تعجب. الكوتيشن اللي هي علامات التنصيص اللي هي الاقواس دي بنحطها لما يكون الكلام دايركت، موضوع خالد ست ومي خالد بيقول لي بدا يفتح لي اقواس، يبقى انا احط كوتيشن. ودي بنحطها كمان مع اسماء القصص والافلام والجرايد والمسرحيات. اخر حاجه الفول ستوب واسمها كمان بيريود، ودي بنحطها في اخر الجمله الخبريه. دي مش شرح البانكتويشن، دي فكره عن البانكتويشن بس لغايه ما نشرحها بالتفصيل. انا كنت النهارده غرضي يعني اني اديك كميه حاجات تفكرك باللي فات كله وتخليك تكتب جمله صح، تيجي تقرا جمله تبقى عارف بتقرا ايه. شفت بانكتويشن، حد قال لك اكتب باراجراف، حد قال لك زمن البس سيمبل، تقول له انا مش فاكر اصل انا خدته في اعدادي، قول له لا انا بس هو بس سيمبل ده اللي هو التصريف الثاني بس، مش عايز منك حاجه ثاني. يعني ما تضغطش على نفسك اكتر من كده. قول لي اصل احنا سمعنا ان مستر فلان ادانا التفاصيل بتاعت ما هتاخد تفاصيل بس في وقتها، كل حاجه في وقتها. البانكتويشن ده لو جالنا بيجيب لنا جمل كده بيقول لك انهي واحده معموله صح. وير دي فاستر لو جريوا بسرعه دي كاتش اب وذ ذير فريندز، انا بقول لو جريوا بسرعه يلحقوا اصحابهم، يبقى دي جمله خبريه، يبقى مش عايزه كويستشن مارك، ده عايزه فول ستوب. واحد يقول لي بادئه بوير، لا وير هنا معناها لو. Have you already completed your survey? The cashier asked. طيب have you already completed ده سؤال، يبقى لازم نحط فيه كويستشن مارك، يبقى الاولانيه دي غلط والاخيره دي غلط، يبقى في هنا كويستشن مارك صح. طالما في كوتيشن في الاول لازم يبقى في كوتيشن في الاخر. الثالثه دي فيها كوتيشن هنا بس ما فيهاش كوتيشن هنا، يبقى دي غلط، يبقى الاجابه لتر بي. What a wonderful surprise. What a، كلمة what a بتدل على التعجب. What a وهو a الاثنين بيدلوا على التعجب، يبقى دي غلط ودي غلط، الإجابة يا سي يا دي. What a wonderful surprise. It's nice، هنا it's ناقصة أبوستروف، هنا لازم يبقى في أبوستروف، يبقى الإجابة لتر سي. ماشي الكلام. آخر حاجة في المحاضرة التأسيسية، يا رب ما تكونوش زهقتوا، أنا عارف إنك تعبت أول محاضرة إنجلش وقالي الكلام ده كله. الغرض من المحاضرة إن إحنا نفكرك بالحاجات الاساسيه في الانجليش، لان مش هتلاقي بعد كده وقت، لان المنهج ما شاء الله يعني، فمش هينفع نيجي في منهج نقول لك ايه النهارده هناخد يونت 1 وهناخد معاه تكوين الجمله، قلت لك تكوين الجمله دي في الاول، فاحنا عايزينك يعني تنعنش وتفرفش كده معانا. اخر حاجه اعملها لك دي هتتعمل كل محاضره، صدق او ما تصدقش. دي الحاجه الوحيده اللي لو اهملتها ممكن تشيل انجلش، اعوذ بالله. كل الشكوى اللي بتيجي من كل الامتحانات كل سنه من سؤال واحد بس، الحيوانه دي، الكومبريهنشن. الحل الوحيد عشان تعرف تحل قطعه انك تحل قطع كتير على قد ما تقدر. عشان كده مش هتلاقوني لا في واجب ولا في امتحان حصه ولا في حصه هعدي حصه الا اما احل فيها كومبريهنشن. كل حصه، في الحصه احل، في الواجب احل، في الامتحان بتاع الحصه، كل حصه. لان كل ما بتزود كومبريهنشن معلوماتك بتزيد، الريدنج الفوكاب بتاعك بيزيد، شطارتك بتزيد فيها. كل اسبوع على الاقل 3 4 كومبريهنشن هتلاقي كل حاجه ظبطت. الكومبريهنشن انت بتغلط غلطه بشعه ان انتوا بتقروا، طبعا المفروض نقرا الاسئله الاول مش القطع. طيب ما قرينا الاسئله نبدا في الكومبريهنشن، بلاقيك انت بتغلط بقى ان كل لما بتلاقي كلمه صعبه بتروح عطلان جنبها وتقعد تقول اما صل على النبي، اما افتكر، مش هتفتكرها، مش تفتكرها. او تروح لحبيب قبلك جوجل ترانسليت وتلاقي الكتاب الملزمه متشرحه مترجم كل الكلمات دي، انت فاكر نفسك لما هتترجم كل الكلمات دي هتحلها خالص. الكلمات الصعبه اللي بتتحط في الكومبريهنشن كل لما تلاقي كلمه صعبه كمل كانك مش شايفها، هتلاقي نفسك في الاخر فهمت المعنى الكلي. ده بالعكس، ده في كلمات انت مش تبقى عارفها، لما تقرا اللي بعدها هتعرف معناها من نفسك، هتشوف. نجرب. لطفية النادي، وعلى اسمها لطفية، was born in Cairo in 1907 to a government official، يبقى ابوها كان راجل موظف، father and a devoted mother. انا مش عارف يعني ايه devoted، مش مهم. طب امها كانت ست devoted، مش مهم، اكيد حاجه حلوه يعني. devoted يعني مخلص، لما انت عرفت ان امها كانت ست مخلصه انت استفدت ايه؟ ماشي. her magnificent achievement يعني انجازات، الانجازات بتاعتها كانت magnificent. مش عارف يعني ايه، اكيد حاجه مدهشه، ما مش عارف. ما انا بقول لك انا بتكلم عن انجازاته وهقول انجازاته الحقيره، ما اكيد انجازاته الحلوه، يبقى دي اكيد معناها مدهش.
have opened doors فتحت الابواب for female pilots للطيارين الستات يعني throughout the entire Arab world. وبعدين انا مش عارف يعني ايه entire عني ما عرفت. throughout the Arab world يعني خلال العالم العربي. طب entire يعني كل. ايه الفرق بين كلمه العالم العربي والعالم العربي كله؟ ما عادي. هو بيحط كلمات قاصد ان انت تتضايق عشان انت تقعد تعطل. لا ما تعطلش، كمل قرايه ولا اكن في حاجه، كمل عادي جدا. Not long after it opened بعد ما فتحت لطفية النادي decided to join the Cairo Aviation School. أنا مش عارف يعني إيه aviation. طب اصبر يمكن ربنا يرزقنا دلوقتي ونعرف. هي دخلت مدرسة aviation in order to learn عشان تتعلم to fly. fly يعني يطير. واحدة داخلة مدرسة تعلم تطير، يبقى دي مدرسة إيه؟ أكيد مش سباحة، يبقى دي أكيد معناها طيران. طب أنا جبتها منين؟ ما استنتجت من المعنى. لكن انت بقى كنت هتقعد جنب افيشن دي وتروح رايح قبلك جوجل، وبعدين انتوا لما بتيجوا تترجموا بتفتح جوجل ترانسليت تروح مترجم الكلمه، وبعدين ايديك غصب عنك نوتيفيكيشن واتساب فيسبوك نت مش عارف انستجرام تيك توك شيك اي حاجه، اوب تلاقي نفسك خرجت من القطعه ورحت على قطعه ثانيه. ماشي الكلام. فهي دخلت تتعلم الطيران. هير انستراكتور المدرب بتاعها ريلايز ذات شي هاد جريت بوتنشال، ان هي عندها بوتنشال هنا معناها مواهب. After less than 70 days خلال 70 يوم بس of training she earned pilot's license. license يعني رخصة، خدت رخصة طيران. Consequently معرفش يعني ايه، بس دي معناها حاجة from September معاها أكمل، يبقى بعد كده يبقى في consequently يعني بعد ذلك. ماشي. أو تبعا لذلك من شهر سبتمبر سنة 1933 at the age of 26 عندها 26 سنة she was officially allowed to pursue her dream of flying. ان هي pursue her dream. طب dream يعني حلم، يبقى اكيد الكلمه دي معناها حقق. of flying بالطيران which she claim اللي هي claimed اللي مش عارف يعني ايه made her fear free. claim يعني يدعي، مش عارف معناها مش مهم. If becoming the first Arab female pilot أول ست طيارة في التاريخ in history was not enough. لطفية النادي made newspaper headlines كتبت عنها في الجرايد again only a few months after getting her license. She became the second woman in the world الثاني ست في العالم to fly solo يعني تعمل طيران منفرد. solo دي يعني لوحده. When she entered the race from Cairo to Alexandria لطفية determination كان عندها determination يعني عزيمة أو إصرار to achieve her dream is something many pilots admire today. her struggle يعني كفاح أو نضال. to overcome difficulties تتغلب على المتاعب يعني such as paying for flying lessons by working at the airport as a receptionist. كان شغاله ريسبشنست يعني في المطار عشان تدفع. are part of a documentary اتعمل عنها documentary يعني فيلم تسجيلي about her life called سموها take off from the scene made in 1996. لطفية النادي ماتت at the age of 95 in 2002 but her life story will continue to inspire هتلهم other Arab women to accomplish their goals. طب تفتكر accomplish دي معناها ايه؟ goals يعني هدف، يبقى هم هيعملوا في هدفهم. انا هلهمهم ان هم يلغوا هدفهم، اكيد يحقق، يبقى دي معناها يحقق. This text talks about التكست ده بيتكلم عن the difficulties الصعوبات finding pilots in Egypt, the problem women have had in finding jobs, the inspirational determination of one woman, the documentary which is important for men women. وانا كنت بتكلم عن كذا ست ولا ست واحده؟ ست واحده اللي هي الحاجه لطفيه بالاجابه لتر سي. The sentence which best summarizes the final paragraph اخر باراجراف اللي قالوا فيه ان هي ماتت بس لغايه دلوقتي بتلهم الناس. Watching the documentary will help you learn to fly. Learning about Lutfiya's life will help you create your own dreams. Even if you cannot fly, you can still be famous. Even though this woman is no longer alive, we can still learn from her. نرجع لاخر باراجراف هتلاقي مكتوب ان الناس بتعمل مع انها ماتت بس لسه بتلهم الناس. يبقى الاجابه لتر دي. لطفية achievements الانجازات بتاعتها helped other Arab women ساعدت نساء اخرين to become pilots يبقوا طيارين. taught Arab women علمت يعني ناس تانية they will have problem ان هم هيبقى عندهم مشاكل. and her story were made into a film caused anger. طبعا هي ساعدت النساء ان هم يبقوا طيارين لتر A. لطفية earned her pilot's license خدت الرخصة بتاعتها when she was 70 عندها 70 سنة. اكيد لا ده كانت بالكحول تراب ساعتها. وان هير بيرث داي في عيد ميلادها عندها سنه 33 لا ما خدتهاش في عيد ميلادها ولا حاجه. before she was 30 years old at the age of 95 هي خدتها وعندها 26 سنه. يبقى الاجابه لتر سي قبل ما تكمل 30 سنه. لطفية النادي ميد ذا هيدلاينز كتبوا عنها في الهيدلاينز ايه؟ winning a race to Alexandria هي فازت بالسباق الاسكندريه. flying alone in a race for crashing خبط الطياره بتاعتها عملت حادثه
كسرت رفرف يعني كامينج سكند جنريشن. لا هي طلعت فلاينج الون، لما طلعت عملت سولو فلايت يعني طيران منفصل. ايه ده بقى؟ دي حاجه انتوا بتغلطوا فيها جدا. انتوا دايما اقول لك الفيرب بلاي تصريفه ايه؟ تقول لي بلاي بليد بليد. طب سي تصريفه ايه؟ تقول لي سي سيت سيد سيت ولا سيد ياخدك. في افعال بيبقى تصريفها بلاي بلايد بليد، فيزيت فيزيتد فيزيتد، وهكذا. بس في افعال تانية شاذه زي سيك ماضيها سوت سوت، وزي في افعال زي ريد ريد ريد، هي بتتكتب ريد بتنطق ريد. فانا جمعت لك الفيربس التصريف بتاعها شاذ وعملته لكم الفابيتيكال، يعني الاول الافعال اللي بادئه بحرف الاي وبعدين حرف البي. ده يساعدنا كتير، وده يدينا كمان ان احنا الاسبوع دوت قبل ما ندخل في المحاضره الاولى يبقى عندنا شويه فوكاب حلوين وهيساعدونا واحنا بنكتب. ان انا عرفت تصريفات الافعال الشاذه اللي في الانجليش. ان arise arouse arisen، bear bore born، bear bore born، بس الاثنين زي بعض، دي اخرها اي دي من غير اي، دي معناها تالت دي معناها تحمل. ودي جت في جمله تشوز، قال لهم دكتور احمد زويل ولد، وكتب لهم بورن بالاي من غير اي. لو معناها يتحمل تبقى بالاي، لو معناها يلد تبقى او تولد يعني تبقى من غير اي. دي كانت المحاضره التاسيسيه اللي احنا اخذنا فيها ازاي نكتب جمله كويس، تكوين الجمله كويسه، السبجكت والفيرب والكومبلمنت، انواع الادفيرب، انواع انا اسف الناون، وانواع الفيرب، وانواع الكومبلمنت، انواع البروناونز. خدنا كمان البارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام. خدنا كومبريهنشن، حلينا تشوز. خدنا فكره عن كل الازمنه بتاعت الانجليش كلها، مش زمانين ثلاثه بس، قلنا كل زمن بيتكون من ايه، بيستخدم في ايه بسرعه. خدنا فكره عن البانكتويشن، حلينا ترانسليشن. مستنيكم مع اول محاضره يونت 1. خالد علي، جود لك، السلام عليكم.